السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. كل عام وانتم بخير. لسه خارجين من العيد، وللأسف بقى داخلين على امتحانات شهر. واحنا زي ما عودناكم كل امتحان شهر بنبقى معاكم في فيديو مراجعة شامل، في حل، في شرح، في كل حاجة، في أفكار عالية على الجزء اللي هتمتحنوا عليه في امتحان الشهر. طيب، امتحان الشهر بتاع شهر مارس هنمتحن على ايه؟ هنمتحن على فصلين ودرس. هنمتحن على الفصل الأول اللي هو كان بيتكلم عن الشغل والطاقة والطاقة الميكانيكية وطاقة الوضع وطاقة الحركة. وبعد كده بعد ما نخلص الفصل دوت هنخش في الفصل التاني اللي هو كان بيتكلم عن الحركة الدورية، اللي احنا قسمناها نوعين: كانت حركة اهتزازية وكانت حركة موجية. وبعد ما نخلص الاتنين دول هناخد حاجة اسمها السرعة وقانون السرعة. وبعد ما نخلص دول هنخش في الفصل الثالث، هناخد منه درس واحد بس درس مهم جدا، درس انتم ساعات بتواجهوا فيه صعوبة في الحل عشان انتم مش متأسسين في الهندسة، اللي هو الدرس بتاع خصائص الضوء، اللي هم كان عندي 5 خصائص بس احنا قسمناهم على درسين. الدرس الأول كان بيشمل الانتشار والانعكاس والانكسار. ده اللي هنمتحن عليه إن شاء الله. لحد كده ده امتحان الشهر. في درس بعديه اللي هو كان تداخل الضوء وحدود الضوء، ده مش هنمتحن عليه الشهر ده، هنمتحن عليه ان شاء الله الشهر اللي جاي. طب، عايزكم تسموا الله وتصلوا على النبي وتركزوا معايا. احنا لسه خارجين من عيد، احنا يعتبر نسينا شويه حاجات، بس احنا الحمد لله احنا الترم دوت احنا جايين عليكم امتحانات كل شهر، او امتحان معلش كل حصه، وامتحان كل فصل، وواجب كتير ومش عارف ايه، بس علشان تتعودوا ان شاء الله على ثالثه سنه. تمام؟ فعايزكم تسموا الله وتشدوا كده من عزيمتكم علشان نراجع مع بعض بإذن الله الشهر بتاعنا ونحل عليه كمان أفكار عليه. طب يا مستر، المحاضرة بتاعت النهاردة هتبقى ماشية إزاي؟ زي اللي قبلها قبل كده. كنا بنعمل إيه؟ كنا بنراجع وبنحل. طب النهاردة هنعمل إيه؟ هنراجع شرح، مش تفاصيلي 100%، بس هنشرح الحاجات المهمة اللي هتجيلك إن شاء الله. تمام؟ وهنحل. طب هنحل كل حاجة؟ لا، احنا كده كده ان شاء الله هنلم مع بعض الكتاب بتاعي وكتاب الامتحان مع بعض، وانا عامل لكم فيديوهات على اليوتيوب حل التقييمات وحل الواجب المنزلي، كل اللي فات 6 تقييمات اللي فاتت والسابع كمان، بس السابع مش معايا، انا هحلل على اليوتيوب لحد السابع. انا هحلل لحد السابع، بس انتوا اول 6 دول اللي داخلين عليكم في الامتحان، اللي هم لحد الانكسار، فممكن تتفرجوا على الفيديوهات دي حل. طب احنا النهارده هنحل، هنشرح وهنحل، بس هنحل ايه بقى؟ كان نزل لكم نموذجين استرشادي. النموذجين دولت انا اخدت منهم الحاجات المهمه، الحاجات اللي فيها افكار عاليه شويه، نحلها مع بعض. ولو في حاجه متشابهه فانا خدت حاجه واحده من الحاجتين المتشابهين، عشان هم منزلين لكم نموذجين في اسئله متشابهه في النموذج ده زي ده، فانا خدت فكره واحده من الاثنين واحلها مع بعض علشان انتم بعد ما تتفرجوا ان شاء الله على الفيديوهات بتاعه التقييمات والواجب المنزلي، وبعد ما تتفرجوا على الفيديو بتاع الشرح والحل بتاعت الاسئله بتاعت اللي هو الامتحان الشهر اللي هم منزلها لكم الوزاره، ان شاء الله تخشوا تقفلوا الامتحان باذن الله يعني. فعايزكم تسموا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا نبدا. هناخد كل فصل لوحده، بعد ما نخلص الفصل هنحل عليه الاسئله بتاعته، يعني مش هناخد شرح كله وبعد كده حل، لا، الفصل الاول نخلصه نحل عليه، الفصل الثاني نخلصه نحل عليه، وهكذا لحد ما نخلص باذن الله. تمام؟ طيب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. طب اول فصل عندي اللي هو كان بيتكلم عن الشغل. تمام؟ الشغل دوت كان ليه قانون اللي هو كان الدبليو عشان ورك بتساوي اف اللي هي القوه في الدي اللي هي الازاحه في كوزين الزاويه بين القوه وبين الازاحه. طيب، ده كده القانون بتاعي احنا المفروض عارفينه. طب وحدات القياس بتاعتي كان عندي واحده اسمها جول، ده العالم اللي عمل الشغل. عندي واحده لو انا فكيت ديت هتبقى نيوتن في متر. عندي واحده تانية من وحدات القياس اللي هي كيلو جرام، لو انا بقى فكيت النيوتن الترم الاول، لو انا فكيت النيوتن كانت كيلو جرام متر تربيع ثانيه اس سالب 2. طب لو عايز اجيب وحدات قياسها ممكن اجيب من هنا كل كيلو جرام بحط مكانه ام كابيتال، كل طول بحط مكانه ال وهنا في تربيع، وهنا الزمن ثانيه اس سالب 2 يعني هتبقى تي كابيتال اس سالب 2. طب الحاجات دي احنا عارفينها. خلي بالكم، وحدات قياس الشغل هي وحدات قياس طاقه الوضع، وهي طاقه الحركه، وهي الطاقه الميكانيكيه. فانا لو عرفت وحدات القياس وصيغ الابعاد بتاعت الشغل، عرفت كل وحدات القياس وصيغ الابعاد اللي عندي في الفصل الاول كله.
تمام. طيب في هنا سؤال مهم جدا جدا جدا، امتى اقول ان الجسم بيبذل شغل؟ اول حاجه لما يكون عنده قوه. ما هو تخيل كده لو انا ما عنديش قوه، القوه عندي بصفر، فدي صفر، صفر في اي حاجه بصفر، يعني الشغل هو كمان بكام؟ بصفر. طب ده اول حاجه، ولازم الجسم يبذل قوه. طب تاني حاجه عندي ان الجسم يتحرك، ما دي ازاحه، صح؟ الجسم يتحرك، يعني بمعنى انا لو عندي الصبر اهو وقعدت ازق فيها ازق فيها ازق فيها وهي ما اتحركتش، هل انا من نظره الفيزياء بذلت شغل؟ لا. ليه؟ ما ده بصفر، كل ده بصفر، الشغل هو كمان تلقائي بكام؟ بصفر. يبقى احنا كده خدنا حاجتين لازم علشان اقول الجسم يبذل شغل، انه كان عنده قوه ياثر بقوه، وان الجسم يتحرك. يعني لو قعدت ازق في اي حاجه في حيطه والحيطه دي ما اتحركتش، يبقى انا كده عملت شغل؟ لا، الشغل بتاعك بكام؟ بصفر، وبيلعب في الحته دي بتاعت الازاحه. طب اخر حاجه بقى واهم حاجه، كوزاين سيتا. طب انا لو جيت كده كتبت على الاله كوزاين 90 هيطلع لي بكام؟ بصفر، وصفر في اي حاجه بصفر، فالشغل كمان هو بكام؟ بصفر. فانا ما ينفعش يكون في علاقه عموديه بين القوه وبين الازاحه. العلاقه العموديه ديت كده دي الزاويه 90 درجه، يعني لو الزاويه عندي بين القوه وبين الازاحه 90 درجه، كده كوزاين 90 بصفر، كده الشغل هو كمان بكام؟ بصفر. يبقى امتى الجسم ما يبذلش شغل؟ نغير صيغه السؤال، امتى الجسم ما يبذلش شغل؟ لو ما فيش قوه، لو الجسم ما اتحركش، او اهم حاجه فيهم بقى ايه؟ ان الزاويه بتساوي كام؟ 90 درجه. يعني كده عاملين عمودي، علاقه عموديه مع بعض، ادي القوه لفوق وادي الازاحه كده، دي علاقه، دي علاقه عموديه، زاويه 90 درجه، كوزين 90 بصفر، يبقى الشغل هو كمان بكام؟ بصفر. طب هل هيجي يقول لي الزاويه 90 درجه؟ لا، هيجي يجيبها لي في الصيغ. صيغ ايه؟ لو جه قال لي مثلا حركه الالكترون حوالين الذره، الالكترون بيتحرك حركه دائريه كده، لو خدنا حركه لحظيه ناخد مماس بيعمل زاويه 90 درجه، يبقى حركه الالكترون قوه وازاحه 90 درجه، كوزين 90 بصفر، شغل بصفر. وهكذا بقى حركه الارض حوالين الشمس، حركه الكواكب حوالين الشمس، حركه اي حاجه بتلف حوالين الحاجه بناخد مماس زاويه 90 درجه، يبقى الشغل بكام؟ بصفر. يبقى لو الزاويه عندي 90 درجه بين القوه والازاحه، يبقى الشغل عندي بكام؟ بصفر. طيب ايه تاني؟ يجي يقول لك انا عندي شخص، الشخص ده هنا اهو وبيتحرك افقي كده، هو بيتحرك افقي، كلمه افقي كده دي كده اتجاه الحركه بتاعته، وهيجي يقول لك قوه وزنه، او هو شايل حقيبه قوه وزنها. طب ما قوه الوزن بتاثر ناحيه الجاذبيه الارضيه اللي هي فين؟ اللي هي الاسفل كده. طب دي زاويه كام درجه؟ 90 درجه. هل كده الجسم بيبذل شغل او وزنه بيبذل شغل؟ لا، ما بيبذلش شغل. تمام. يبقى احنا كده عرفنا من السلايد ده قانون بتاع الشغل اف دي كوزين سيتا، عرفنا صيغ ابعاد ووحدات قياس الشغل، عرفنا امتى اقول الجسم بيبذل شغل وامتى اقول الجسم ما بيبذلش ايه؟ شغل. طيب نخش على السلايد اللي بعديه. عندي كام نوع من الشغل؟ عندي انواع كتيره من الشغل. اول نوع عندي ثانيه بس، اول نوع عندي لو اتجاه القوه واتجاه الازاحه الاثنين ماشيين مع بعض، الاثنين ماشيين مع بعض، يبقى ده كده بيساعدوا بعض، القوه بتساعد الازاحه، يبقى ده كده شغل موجب والقيمه بتاعته عظمى. ليه؟ انا وقت في عربيه وانا بزق العربيه لقدام، فانا والعربيه بنساعد بعض، يبقى ده كده الشغل بتاعي موجب، قيمه ايه؟ عظمى. ليه؟ الزاويه دي بصفر، كوزين صفر بواحد. تمام. يبقى لو الاثنين في نفس الاتجاه شغل موجب وقيمه عظمى. طب لو بدأوا يعملوا زاويه هما الاثنين في نفس الاتجاه، فالشغل برضو موجب، بس هل قيمه عظمى؟ لا، مش قيمه عظمى. كل ما الزاويه دي بتقعد تزيد كل ما الشغل يقل 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 لحد ما تكون الزاويه دي 90 درجه، يعني عموديه. هل كده في شغل؟ لا، مفيش شغل، عشان الزاويه 90 وكوزين ال 90 اللي انت لسه قايلها يا مستر بصفر، فالشغل هو كمان بكام؟ بصفر. يبقى احنا كده خدنا 3 حالات، كده قيمه عظمى موجب، كده شغل موجب، كده مفيش اصلا شغل. طب لو رحنا في عكس الاتجاه كده بقى شغل سالب. طب امتى يبقى سالب قيمه عظمى؟ لو الاثنين عكس بعض بالظبط. لو نلاحظ كده ان الزاويه ما بينهم كام؟ 180 درجه. اكتب كده كوزين 180 هيطلع لك بسالب واحد، يبقى ده شغل سالب قيمه عظمى. يبقى شغل موجب قيمه عظمى ولا لو الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه؟ شغل سالب قيمه عظمى ولا الاثنين عكس بعض خالص اهو. تمام؟ بينهم الزاويه 180 درجه. طيب ده كده انواع الشغل بتاعتي، دي الرسومات بتاعتي.
كده كده ان شاء الله البي دي اف دوت هنزله لكم على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الواتساب. طيب بيقول لي في رسم بياني. ايه الرسم البياني؟ طيب دلوقتي انا عرفت العلاقه بتاعتي اللي هي بتقول لي ان الدبليو بتاعت الشغل بيساوي اف في دي كوزين سيتا. طب في علاقه طرديه بين القوه والشغل امتى؟ عند ثبوت الباقي. ما احنا قلنا في الفيزياء لو عايز اعمل علاقه بين الاثنين لازم اثبت الباقي كله. يبقى في علاقه طرديه بين القوه والشغل عند ثبوت الباقي. في علاقه طرديه بين الازاحه والشغل عند ثبوت الباقي. في علاقه طرديه برضو بين الكوزين سيتا كلها على بعض كده وبين الشغل عند ثبوت الباقي. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني برسم كده علاقه وبشد خط. عارفين العلاقه الطرديه يعني مش محتاج ارسمها. طب في علاقه بقى جايبيه او زاويه بين الشغل والايه والسيتا ذات نفسها. يبقى انا عملت علاقه اهو بين ادي الشغل وكوزين سيتا، دي تبقى علاقه طرديه عادي. لو عايز اجيب الميل بتاعها قلنا بجيب الميل ازاي؟ بخبي اللي انا استخدمته. انا استخدمت شغل وكوزين الزاويه، اخبي كوزين الزاويه، اخبي الشغل، اتبقى عندي الميل بتاعي ايه؟ اللي هو اف في دي. ده الميل بتاع الشكل ده. طب نركز في اللي بعدها بقى. عندي علاقه بين الشغل والسيتا، مش كوزين السيتا. العلاقه دي بنقول عليها علاقه زاويه او جوبيه، بتبدا من فوق عشان ده دايره الكوزين، تبدا كده وتروح نازله كده. دي كده العلاقه بتاعت الكوزين. تمام؟ ممكن يجيب لي الجزء اللي فوق بس ما يجيبليش الجزء اللي تحت. تمام؟ فانا اعرف اللي هي بتبقى بقى ايه من فوق. طيب وممكن ارسم علاقه بقى، دي بقى المهمه اللي انا اصلا جاي علشانها. لو جه قال لي على رسم بياني كده وهنحل ان شاء الله سؤال عليها، جاب لي هنا فوق القوه، جاب لي هنا تحت الازاحه، ومديني مثلا شكل كده مثلا، يعني مديني الشكل ده. طب الميل ده بيعبر عن مين؟ قلنا هشوف اللي انا استخدمته. انا استخدمت القوه والازاحه، يبقى العلاقه اللي بتربط بين القوه والازاحه هي علاقه الشغل. يبقى اخبي القوه والازاحه، وكده كده رسم بياني هو مش مديني زاويه يعني، فانا هعتبر ان الزاويه دي مش موجوده يعتبر، اللي هو شغل قيمه عظمى. طب يبقى انا الميل بتاعي هو ميل مين؟ الشغل. طب اجيب الميل ازاي يا مستر؟ تاني الزاويه ولا فرق الصادات على فرق السينات، اللي هو باخد رقم من فوق واقسمه على رقم من تحت؟ لا، ما تعالى نشوف هل الشغل خارج اسمهم ولا خارج ضربهم؟ لا، خارج ضربهم، خارج ضرب القوه والازاحه. قلنا الكلام ده الترم الاول. لو لقيت الرسم البياني خارج الضرب يبقى انا بجيب ايه؟ بجيب حاجه اسمها المساحه اللي تحت المنحنى. ده يعتبر مثلث، فده شكل المثلث، فالمساحه بتاعته نص القاعده في الارتفاع. طب لو كان مربع يبقى طول الدراع في نفسه، لو كان مستطيل يبقى الطول في العرض، وهكذا. ممكن يجيب لي مثلث ومربع، يبقى انا اجيب مساحه المثلث زائد مساحه المربع على حسب بقى ما هو يلعب. تمام؟ يبقى الحته دي مهمه جدا. لما يجيب لي علاقه بين القوه والازاحه يبقى انا بجيب المساحه اللي تحت المنحنى. طب جاب لي علاقه بين الشغل واي حاجه بجيب الميل عادي زي ما احنا متعودين. طيب دي كده الرسومات البيانيه بتاعتي. طب كده الدرس بتاع الشغل خلص. قلت لكم فيه الحاجات المهمه والمفيده. امتى اقول الجسم بيبذل الشغل، وايه القانون بتاعته، وايه وحدات القياس، وايه الرسومات البيانيه. طيب انا بعد كده بقى عندي نوعين من الطاقه. قلنا الطاقه انا برمز لها بالرمز اي. ليه؟ عشان انرجي. قلنا الطاقه في التعريف بتاعها لو انتوا فاكرين هي الشغل. الطاقه هي الشغل. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني وحدات قياسها نفس وحدات قياس الشغل. يعني وحدات قياسها لا اما جول، لا اما نيوتن في متر، لا اما كيلوجرام تربيع ثانيه اس سالب 2. طب صيغه ابعادها نفس صيغه ابعاد الشغل، ام ال تربيع تي اس سالب 2. طب انا عندي نوعين من الطاقه. لو انا مخزن طاقه عمال اكل اكل اكل، فانا بخزن طاقه جوايا، دي اسمها طاقه الوضع. طب لو انا بدات اتحرك والعب كوره ومش عارف ايه، دي بقت تتنقل، بتتغير من طاقه الوضع تتغير لطاقه الايه؟ الحركه. يبقى طاقه الوضع دي نتيجه عن تخزين الطاقه جوايا. جسمي عمال يخزن طاقه يخزن طاقه يخزن طاقه. طب طاقه الحركه نتيجه اللي انا اتحركت بقى.
اتحررت واتحركت فانا عملت حركه فسميتها طاقه الحركه. طاقه الوضع دي بسميها بوتنشال انرجي، الرمز بتاعها بي اي، وحدات قياسها زي وحدات قياس دي، صيغه ابعادها نفس صيغه ابعاد دي. طب طاقه الحركه كاينيتيك انرجي كي اي. طب القوانين بتاعتهم احنا حافظين القوانين بتاعتهم المفروض. طاقه الحركه كانت نص الكتله في مربع السرعه، نص ام في تربيع. طب طاقه الوضع كنا بنقول عليها همج اللي هو اتش ام جي، بحيث ان الاتش ده اللي هو الارتفاع بتاع مستوى سطح الارض، الام كتله الجسم وجي عجله الجاذبيه الارضيه. تمام؟ طيب عايزين نجيب شويه علاقات. في علاقه بين الكتله وطاقه الحركه عند ثبوت الباقي، العلاقه دي علاقه طرديه. في علاقه بين مربع السرعه كلها على بعض وطاقه الحركه عند ثبوت الباقي. يعني لو جه قال لي الكتله زادت للضعف عند ثبوت الباقي يبقى طاقه الحركه تزداد للضعف. لو جه قال لي مربع السرعه، قال لي مربع السرعه على بعضه كده زاد للضعف يبقى طاقه الحركه بتاعتها هتزيد للضعف. طب ركز في دي بقى، لو قال لي ان السرعه زادت للضعف، طاقه الحركه يا ترى هتزيد للضعف؟ لا، ما الفي تربيع يبقى 2 تربيع، يبقى طاقه الحركه هتزيد كام مره؟ 4. وهكذا بقى. لو جه قال لي زادت السرعه 3 امثال يبقى 3 تربيع، علشان هنا في تربيع يبقى طاقه الحركه هتزيد 9 امثال. ولو قال لي برضه هربع، يبقى لو جه قال لي مربع السرعه دي هتزيد بنفس المقدار، لكن لو قال لي السرعه لازم اربعها عشان العلاقه فيها تربيع. تمام؟ يبقى احنا قلنا طاقه الحركه بتعتمد على الكتله ومربع السرعه، اي حاجه فيهم بتزيد هي كمان بتزيد. طيب طاقه الوضع تعتمد على ايه؟ طاقه الوضع بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الارتفاع بتاعي عن مستوى سطح الارض، كل ما الارتفاع ده زاد كل ما طاقه الوضع زادت، ما يهمنيش اي حاجه غير كده. طبعا والكتله يعني، بس هو مش يجي يلعب معاك في الكتله دي. تمام؟ وعجله الجاذبيه الارضيه احنا بنهملها عشان هي يعتبر ثابته على الارض، بس لو انا اتحركت من الارض رحت مثلا القمر، رحت المريخ، تمام، فبتتغير واحنا ما بنلعبش في الحتت دي. تمام؟ فانا عندي كل ما الارتفاع زاد على مستوى سطح الارض طاقه الوضع زادت. يعني الارتفاع زاد، يعني لو جيت قلت لك انا عندي القلم ده مره هحطه في الارض ومره همسكه في ايديا، طاقه الوضع فين اكبر؟ في ايديا. ليه؟ ما الارتفاع زياده. لو قلت لك، كنا خدنا مثال ده كذا مره، لو عندي راجل طلع البيت بتاعه مره على السلم ومره على الاسانسير، طب البيت بتاعه كان في الدور الكام؟ كان في الدور يا عم السابع، مره طلع بالسلم ومره طلع بالاسانسير، طاقه الوضع فين اكبر؟ الاثنين زي بعض. ليه؟ ما هو طلع الدور السابع نفس الارتفاع. طاقه الوضع بتعتمد على الارتفاع. اللي ممكن تتغير طاقه الحركه. انا ما سالتكش عن طاقه الحركه، انا سالتك عن طاقه الوضع. يبقى طاقه الوضع بتاعتي ما بتعتمدش غير على الارتفاع وكتله الجسم. تمام؟ ولو جينا رسمنا العلاقات دي، طردي طردي طردي، هنا طردي طردي، اكيد مش هعمل علاقه مع النص يعني. طيب الميل بجيبه ازاي؟ بخبي اللي انا استخدمته. تعالى مثلا ناخد مثال مثلا، او تعالى ناخد في السلايد اللي بعدها. احنا لسه قايلين طاقه الحركه بقى، تعالى نتكلم عليها شويه. طاقه الحركه اللي هي كي اي كانت بتساوي نص الكتله في مربع السرعه. طيب دلوقتي اول حاجه عندي لو عايز اعمل مثلا علاقه، انا هديك مثلا علاقتين اللي هم مهمين شويه وانت هتفهموا منهم الباقي. لو جيت اعمل علاقه بين الكي اي ومثلا الفي تربيع، طب ما دي علاقه طرديه. طب الميل بتاعي بقى مين؟ بخبي اللي انا استخدمته، انا استخدمت ده واستخدمت ده، فالميل بتاعي، الميل هي يساوي نص الكتله. وانا عارف هجيب الميل بين طريقتين، لا اما تاني الزاويه الافقيه، لا اما فرق لا اما هاخد الرقم من فوق واقسمه على رقم من ايه؟ من تحت. طب انا جبت الميل، هل كده الكتله ولا نصها؟ لا دي نصها، يبقى لو هو سأل عن الكتله لازم اضرب في 2 عشان اجيب الكتله. طب علاقه تانيه برضو مهمه، لو جيت عملت علاقه بين الكتله او فوق السرعه مثلا ومربع السرعه،
معلش. ومربع السرعه. طب انا جيت عملت علاقه من الاثنين دولت. طب العلاقه دي علاقه عكسيه، فانا علشان اقلبها طرديه بخليها واحد على، صح كده بقت علاقه طرديه. طب الميل بتاعي بخبي اللي انا استخدمته، انا استخدمت الكتله ومربع السرعه، اتبقى لي كي اي في طرف ونص في طرف، فانا ضربت في 2، فالميل بتاع الشكل ده اكتب الميل اهو. الميل ده برضو مهم، بيساوي مين؟ بيساوي ضعف طاقه الحركه. تمام؟ يبقى الميلين دولت مهمين. وزي ما انا استخدمت ممكن اعمل علاقه بين الكي اي والكتله، فهيطلع لي نص مربع السرعه، وهكذا بقى. تمام؟ انا بس بديكم فكره وبحاول اراجع معاكم اللي احنا كنا واخدينه، ازاي بجيب الاميال. طب في افكار مسائل؟ في افكار مسائل. ايه الافكار المسائل بتاعتي؟ لو جه قال لي انا عندي جسمين والجسمين بيساووا بعض في طاقه الحركه، طاقه حركه الاثنين متساويين، هترجم الكلام ده بالفيزياء. يعني طاقه الاثنين متساويين هكتب اهو كي اي بتاعت الجسم الاول تساوي كي اي بتاعت الجسم الثاني، وروح فاكك هنا نص ام في تربيع وهنا نص ام في تربيع، النص هتروح مع النص، يعني هتبقى لي هنا كده ام واحد في واحد تربيع هيساوي ام 2 في 2 تربيع. ده لو قال لي الاثنين متساويين فانا هساويهم ببعض. طب لو جه قال لي اوجد النسبه بين الاثنين، قلنا كلمه نسبه في الفيزياء يعني اسمها، يعني هعمل كده كي اي بتاع الجسم الاول على كي اي بتاع الجسم الثاني، وروح فاككهم هنا نص ام واحد في واحد تربيع على نص ام 2 في 2 تربيع، النص هترمي على النص. عايز تحط النص والنص براحتك عادي، ما فيهاش اي مشكله، بس انا بقول لك النص هتروح مع النص عشان احسن لك. يعني لو حطيتها كده كده هيروح مع بعض براحتك عادي. روح كاتب اهو ام واحد في واحد تربيع على ام 2 في 2 تربيع، بس مش اكتر ولا اقل. طب لو جه قال لي عندي جسمين اوجد الفرق بين طاقه الحركه، هجيب طاقه الحركه ده وطاقه حركه ده واطرحهم من بعض. دي الافكار بتاعتي في طاقه الحركه. فيها اي مشكله؟ دي الرسومات البيانيه، فيها اي مشكله؟ بدي كده طاقه الحركه بتاعتي. طيب بعد كده عندي طاقه الوضع. طاقه الوضع القانون بتاعها كان بيقول لي ان البي اي بتساوي الهمج اللي هي اتش ام جي. طب طاقه الوضع بقى سهله، هي بتعتمد على الارتفاع، هيجي يلعب لك في الارتفاعات بس مش اكتر ولا اقل. تمام؟ فهيجي يقول لك الجسم كان هنا هو ارتفع، فطاقه الوضع اللي حصلت له زادت. طب كان فوق ونزل، طاقه الوضع اللي حصل لها قلت. ممكن نعمل علاقات، في علاقه طرديه بين ده وبين ده وبين ده وبين ده وبين ده وبين ده. فممكن ارسم العلاقه الطرديه بتاعتي واجيب الميل بتاعي بخبي اللي انا استخدمته، ما فيهاش اي حاجه طاقه الوضع. تمام؟ طيب بعد كده بقى عندي حاجه اسمها الطاقه الميكانيكيه. ايه يا ترى الطاقه الميكانيكيه ديت وايه حكايتها؟ قلنا الطاقه الميكانيكيه دي برمز لها بالرمز اي، وهي عباره عن مجموع طاقه الوضع اللي هي البي اي زائد طاقه الحركه اللي هي كي اي. تمام؟ يبقى الطاقه الميكانيكيه هي عباره عن مجموع الاثنين. طب الاثنين دول بيحبوا بعض ولا عكس بعض؟ الاثنين دول عكس بعض بالظبط. زي ما انا كنت بحكي لكم، انا لو قاعد وعمال اكل فبخزن طاقه، فدي طاقه وضع. قمت وجريت، فانا كده بحرق الطاقه دي، بحرقها بطاقه ايه؟ حركه. فالاثنين عكس بعض. يعني لو جه قال لي طاقه الوضع زادت، طاقه الحركه تقل بنفس المقدار. يعني ايه بنفس المقدار؟ لو دي زادت ل 20 دي هتقل ل 20، دي زادت ل 50 دي هتقل ل 50، والعكس صحيح. طب تعالوا مثال كده اللي كنت ضاربه لكم. لو انا دلوقتي عند سطح الارض اهو، وجيت كان معايا كوره هنا، الكوره دي حدفتها فطلعت لاخر قمه وصلت لها، وقفت لحظيا وبعد كده قعدت تنزل لحد ما جت قبل التصادم. يعني هرسم قبل التصادم. طب وانا بطلع كده، وانا عمال اطلع اهو،
مين عندي اللي كان بيزيد؟ الارتفاع. طب مين اللي كان بيتاثر بالارتفاع؟ طاقه الحركه ولا طاقه الوضع؟ طاقه الوضع. يعني كل لما اطلع وصلت هنا لاعلى ارتفاع انا وعرفت اوصل له، يعني هنا في طاقه وضع كبيره جدا جدا جدا. والجسم هنا جه وقف لحظي. يعني وقف لحظي يعني ما بيتحركش. يعني السرعه بتاعته كبيره ولا صغيره؟ صفر. يعني هنا طاقه الحركه بصفر. يبقى هنا طاقه الوضع كبيره جدا، وطاقه الحركه بتاعتي والسرعه بتاعتي الاثنين بيساوي كام؟ صفر. طب انا وقفت هنا، هل هفضل واقف هنا ولا هنزل؟ هنزل. طب وانا نازل الارتفاع عمال يقل 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 يقل. مين اللي معاه بيقل؟ طاقه الوضع عماله تقل 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 تقل. مين بقى اللي بيزيد؟ السرعه. السرعه عماله تزيد عشان الجاذبيه الارضيه بتشدها، فالسرعه عماله تزيد 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 قبل التلامس. دي اسرع حاجه عندي. يعني كلمه اسرع حاجه يعني اكبر طاقه حركه عندي. فانا عندي هنا طاقه الحركه هي بقى اللي كبيره، والسرعه بتاعتي برضو كبيره. اما مين بقى الصغيره عندي؟ هي طاقه الوضع بتاعتي. طاقه الوضع عندي يعتبر احنا بنقول بكام؟ بصفر. يبقى انا خد بالي اعلى ارتفاع اكبر طاقه وضع طاقه الحركه والسرعه بصفر. اقل ارتفاع طاقه الوضع هي اللي بصفر، طاقه الحركه والسرعه اكبر ما يمكن. طيب تعالى نطبق على الكلام ده. انا عندي هي كوره كانت محذوفه من فوق عماله تنزل ناحيه الارض. هاخد 3 حاجات: طاقه الوضع وطاقه الحركه والطاقه الميكانيكيه. انا عارف ان الطاقه الميكانيكيه عباره عن مجموعهم، فانا هجمعهم هم. تمام. طب وانا فوق ماسك الكوره، اكبر طاقه وضع عشان اكبر ارتفاع فكانت ب 1000 جول. طاقه الحركه، هل الكوره بتتحرك؟ لا، دي لسه في ايديا، كانت بصفر. فلما اجي اجمعهم الطاقه الميكانيكيه ب 1000. طب سبت الكوره نزلت بتقع اهي. مين اللي بيزيد؟ طاقه الحركه عشان السرعه بتزيد. مين اللي بيقل؟ طاقه الوضع عشان الارتفاع بيقل. طب طاقه الوضع بقت ب 750، فطاقه الحركه زادت بنفس المقدار بقت ب 250. لما اجي اجمعهم يطلع لي كام؟ 1000. يعني الطاقه الميكانيكيه ب 1000 برضه. طب خدت اللحظه اللي بعدها الكوره عماله تنزل، الارتفاع بيقل، يبقى طاقه الوضع بتقل بقت ب 500. طب مين اللي بيزيد في المقابل؟ السرعه. يعني طاقه الحركه هتزيد بقت بكام برضه؟ ب 500. لما اجي اجمعهم يدوني كام؟ 1000. حد ملاحظ حاجه؟ ان الطاقه الميكانيكيه ثابته. يبقى لو جه قال لي السرعه زادت، السرعه قلت، الجسم كتلته زادت قلت، الارتفاع زاد قل، الطاقه الميكانيكيه للجسم الواحد ثابته، ما بتتغيرش طول الرحله طول المسار. يبقى الطاقه الميكانيكيه ثابته. ايه اللي بيتغير عندي؟ طاقه الحركه وطاقه الوضع على حسب الارتفاع والسرعه. ولو دي زادت دي تقل بنفس المقدار. يبقى نخلي بالنا الطاقه الميكانيكيه اللي بيحصل لها ثابته ما بتتغيرش. طيب ولو هي كملنا بقى للاخر، تمام؟ الحته دي على فكره اسمها منتصف المسار. لسه ميت الكلام ده منتصف المسار عشان ساعتها طاقه الوضع كانت بتساوي الطاقه الايه؟ الميكانيكيه. طيب احنا كده خلصنا الطاقه الميكانيكيه. تعال بقى نعمل بقى ملخص قبل ما نحل على الفصل الاول. طيب خدنا في حاجه عندي اسمها الشغل اللي هي الدبليو دي كانت بتساوي اف دي كوزين سيتا. وعرفني امتى اقول ان الجسم بيبذل شغل وامتى اقول ان الجسم ما بيبذلش ايه؟ شغل. طيب الشغل ده ممكن يكون ليه قانونين. ايه القانونين بتوعي؟ اول قانون اللي هو نص ام في تربيع لو انا كنت بشتغل بتحرك. طب لو انا الجسم كان بيرتفع لاعلى ممكن استخدم القانون اللي هو بتاع اتش ام جي. بمعنى اخر ان الشغل ده ممكن اساويه بطاقة الحركة لو انا جسمي عند الاسفل مفيش طاقة وضع عندي. ممكن اساويه بطاقة الوضع لو انا الجسم عند اعلى ارتفاع مفيش حركة عندي. ممكن اساويه بالطاقة الميكانيكية لا اما اسفل مع طاقة الحركة لا اما اعلى مع طاقة الوضع. القانون ده ما تتخضوش منه، القانون ده حلو ويفيدني اعرف اجيب الشغل بكذا طريقة على حسب المسألة بتاعتي. فانا كده مش هغلب، تمام؟ عشان مش ممكن ما يجيش يقول لك اوجد طاقة الحركة يقول لك اوجد الشغل. طب انا ما عنديش القوة. يا عم هو مديك الكتلة والسرعة يا عم،
هتجيبها بكل سهوله، ما فيهاش اي حاجه. تمام؟ طيب خدنا قانون اللي هو بتاع الطاقه الميكانيكيه. بس اختار اللون ده. قانون الطاقه الميكانيكيه اهو، كان بيقول لي ان الاي بيساوي عباره عن طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. وعرفنا ان الطاقه الميكانيكيه كل ما تزيد كل ما طاقه الوضع بتزيد، وعرفنا ان طاقه الحركه كل ما بتزيد كل ما اللي هو علاقه عكسيه معلش، كل ما طاقه الوضع بتزيد كل ما طاقه الحركه بتقل، والاثنين بنفس المقدار. انا ممكن اكتب كي اي عشان ما تتلخبطوش، هنا ممكن اكتب بي اي. طيب في عندك كنا واخدين قانون، القانون ده مهم. ايه القانون دوت؟ لما يجي يديني السرعه ويطلب ارتفاع، لما يجي يديني ارتفاع ويطلب سرعه. طب عشان تبقوا فاهمينه اكتر بس تعالى كده نطلع فوق. ملاحظين حاجه هنا؟ ان فوق عندي هنا طاقه الوضع كانت بتساوي الطاقه الميكانيكيه، الاثنين كانوا ب1000. طب تحتي عندي هنا طاقه الوضع بصفر، طاقه الحركه هي اللي بتساوي الطاقه الايه؟ الميكانيكيه. يبقى انا ممكن استخدم حاجه اعلى ارتفاع طاقه الوضع والطاقه الميكانيكيه زي بعض، اقل ارتفاع طاقه الحركه والطاقه الميكانيكيه زي بعض. تمام؟ يبقى انا ممكن اساوي، اعمل ايه؟ ممكن اساوي طاقه الوضع فوق بطاقه الحركه تحت، صح؟ طيب وطلعنا من الكلام ده قانون. القانون ده مهم جدا، القانون دوت مهم جدا. القانون ده بستخدمه امتى؟ لما يديني ارتفاع ويطلب سرعه، او لما يديني السرعه ويطلب ارتفاع. تمام؟ القانون ده كنا بنقول ايه؟ نص في تربيع بتساوي اتش جي. القانون ده ممكن استخدمه، في قانون تاني اسهل شويه. تمام؟ اللي هو الفي بتساوي جذر 2 جي اتش. القانون ده هو القانون ده، بس انا عملت ايه؟ خدت الفي لوحدها في الطرف فضربت في 2 وبعد كده خدت لها الجذر. ده هو ده. امتى استخدم القانون ده او ده؟ هما الاثنين زي بعض. تمام؟ استخدم القانون ده امتى؟ لما يديني سرعه ويطلب ارتفاع، او لما يديني ارتفاع ويطلب ايه؟ سرعه. يبقى لما الاقي في المساله ارتفاع وعايز سرعه او العكس، اجري استخدم القانون ده احل المساله بكل سهوله. تمام؟ طيب احنا كده الحمد لله خلصنا المراجعه بتاعت الشرح، مراجعه سريعه كده على الفصل الاول. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحل بقى، فركزوا معايا في الحل بالله عليكم. جاي يقول لي ايه؟ بيقول لي عندي شخص بيشد الصندوق ده، الصندوق ده بيتشد بقوه، وخلي بالي ان في هنا زاويه، فانا لازم احلل القوه ترم اول. وبيقول لي كان في قوه مضادها عكسها كده اسمها قوه احتكاك، كانت ب 20 نيوتن. طب هو عايز يحسب اول حاجه ايه؟ حاجتين، عايز يحسب القوه بتاعتي الاف بتاعتي، وعايز يحسب الشغل اللي على الجسم ده. طب الاف بتاعتي هل هي بكام؟ الله اعلم. طب هحسبها منين؟ ما انا عارف ان الاف ديت اف كوزين سيتا اللي هي كوزين 37 هيساوي 20 نيوتن. طب عرفت الكلام ده منين؟ لما تيجي تقراه مساله هيقول لك الجسم بيسير بسرعه ثابته، يعني القوه دي زي القوه دي كلمه بسرعه ثابته. الجسم ماشي بسرعه ثابته، يعني مفيش قوه بتاثر عليه، يعني القوه اللي قبليه اللي بتشد لورا زي القوه اللي بتشد لقدام. طب لو انا عايز اجيب الاف، يبقى انا اكتب اهو الاف بتاعتي في كوزين دي كام؟ دي 37 هيساوي 20. طيب لو عايز اجيب الاف يبقى 20 على كوزين 37. تعالى نحسبها. 20 ثانية واحدة، 20 على كوزين 37 هيطلع لي ب 25 و01، يعني بكام كده؟ عندي ب 25، يعني دي بصفر ما ينفعش ودي ما ينفعش، لا اما د لا اما ام ج. طب هو عايز الشغل، طب ما لسه جايب القوه اللي عندي دي ب 25. طب ما انا عارف ان الشغل بتاعي اللي هو الدبليو بيساوي اف في الدي كوزين سيتا. الشغل بتاعي الاف بتاعتي ب 25 لسه جايبها، في الازاحه بتاعتي اقل تحرك 5 متر، يبقى في 5 في كوزين السيتا مدالي بكام؟ 37. يبقى 25
في 5 في كوزين 37. طلع عندي ب 99 و9 يعني يعتبر 100. يبقى الاختيار عندي اللي هو صح اختار كام؟ د. طب السؤال اللي بعديه بيقول لي يرفع رجل دلوا وزنه، بيديني الوزن بتاعي، الوزن اللي هو كنا واخدينه في الترم الاول اللي هو ام في الجي، يبقى هو كان مديني الام في الجي على طول مره واحده. تمام؟ فاذا كان الشغل مبذول لرفع الدلو، الشغل بتاعه مديني الشغل بيساوي 8 كيلو جول. هل انا بستخدم الكيلو جول ولا الجول؟ لا بستخدم الجول. يبقى لازم احول من كيلو للجول. يبقى اضرب في كام؟ بضرب في 1000، يعني دول 8000 جول. فان عمق البئر، هو عايز يعرف ارتفاع البئر. طب ما انا عارف ان العلاقه بيقول لي ان الشغل ممكن اجيبه من نص ام في تربيع، او ممكن اجيبه من اف في دي، ودولت مش عندي. ممكن اجيبه منين برضو؟ من اتش ام جي. يبقى الدبليو بتاعي اللي هي طاقه الوضع بتاعتي هنا في الحاله دي بيساوي اتش ام جي. طب هو مديني دي بكام؟ 8000 عشان ضربت في 1000 او في 10 اس 3 هيساوي الاتش دي عندي مجهوله، ساعه مجهوله. طب الام في جي مش مديني ولا الام ولا مديني الجي، بس مديني حاصل ضربهم اللي هو الوزن بتاعي بكام؟ 200. يبقى انا لو عايز الاتش اكتب كده على الاله او اقسم 8000 على 200. 8000 على 200 هيطلع معايا بكام؟ الارتفاع بتاعي ب 40 متر. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي الجسم كتلته، مديني كتلة الجسم اهو. تمام؟ يسقط سقوطا حرا من السكون، يعني من اعلى ارتفاع. تمام؟ يبقى دي كده طاقة وضع على ارتفاع، مديني الارتفاع بتاعي. فإن طاقة حركته بعد أن يسقط 25 متر تساوي. طب تعالى بس نقسم كده السبورة دي نصين. أحل السؤال الأول هنا وأحل السؤال التاني هنا. طب هو مديني جسم، أدي عندي كورة هنا إيه؟ الجسم ديت على ارتفاع 80 متر، يبقى الارتفاع ده كله أهو، هو قال أهو من مستوى سطح الأرض كام؟ 80 متر. تمام؟ ويقول لي ده أعلى ارتفاع أنا وصلت له. يعني ممكن أستنتج من الكلام ده إيه؟ والمفروض أستنتج إن الطاقة الميكانيكية هنا بتساوي طاقة الوضع. طب هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب طاقة الحركة بعد أن يسقط 25. يعني لما أوصل هنا كده فأنا كده وقعت 25 متر. يعني كده الارتفاع بتاعي بكام بقى؟ مع 80 ناقص 25 هتدينا كام هنا؟ 55. تمام؟ طب يبقى أنا الارتفاع الجديد بتاعي بكام؟ ب 55. طب أول حاجة أعملها أروح أجيب الطاقة الميكانيكية فوق، وبعد كده اجيب طاقه الوضع هنا والفرق ما بينهم طاقه الحركه. تعال نشوف نعملها ازاي. الطاقه الميكانيكيه عندي فوق اللي هي طاقه الوضع اللي هي عندي بكام؟ اتش ام جي. الاتش بتاعتي ب 80 في الام بتاعتي ب 2 في الجي بتاعتي بكام؟ ب 10، مديلي ب 10. يبقى 80 في 2 في 10 ب 1600. يبقى كده الطاقه الميكانيكيه فوق ب 1600 جول. طب هو عايز يحسب طاقه الحركه هنا، مش عايز احسب طاقه الوضع. طاقه الحركه ما بتجيش غير من نص ام في تربيع. طب مش مديني السرعه. طب انا ممكن اعمل حاجه، اجيب طاقه الوضع هنا ومن طاقه الوضع وعندي الطاقه الميكانيكيه اطرحهم من بعض جبت طاقه الحركه. طب راح اجيب اهو، ايه طاقه الوضع. طاقه الوضع هنا هتساوي اتش ام جي. الاتش الجديده بتاعتي 55، اروح كاتب 55 في الكتله بتاعتي نفس الكتله بتاعتي ب2 في 10 اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه. تعال نشوف 55 في 2 في 10 هيطلع لي 1100 تقريبا، 1100 جول. طب انا كده جبت طاقه الوضع. طب عايز اجيب طاقه الحركه، اطرحهم من بعض. 1600 ناقص 1100 هيدينا كام؟ 500 جول. يبقى طاقه الحركه 500 جول. ده كده الحل بتاع السؤال ده. سؤال جميل وسهل وزي الفل، وركزوا عليه عشان ممكن يجي. بيقول لي ايه السؤال اللي بعديه؟ بيقول لي سقطت كرة على ارض من ارتفاع، مديني الارتفاع بتاعي، باستخدام مفاهيم الطاقة، فإن سرعة الكرة
قبل التصادم. ما انا قلت لك اهو يا عم، لو مديك ارتفاع وعايز سرعه اجري استخدم القانون ده، يبقى السرعه بتساوي جذر 2 جي اتش. او ممكن استخدم القانون الثاني اللي هو نص في تربيع بيساوي اتش ايه في الجي، وهي القانون اللي هتحله ده هو الناتج اللي يطلع لك في ده. طب السرعه بتاعتي ده مجهول هو عايز يحسبه، بيساوي جذر 2 في الجي كان المفروض يديها لك بس هو ما اداهالكش ب 10، هو اعتمد اللي هو مديها في السؤال اللي قبليه. في الارتفاع بتاعي كام؟ 5. طب تعالى نحسب الكلام ده، يبقى جذر 2 في 10 في 5 يساوي، ماشي، طلع معايا ب 10 متر لكل ثانية، يعني الإجابة رقم كام؟ جي. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ماشي، السؤال ده يعني المفروض تحلوه انتوا، المفروض ما حلوش لسه حل لكم. قلنا لما الاقي علاقة بين الاف، لما الاقي علاقة بين الاف والدي، أول حاجة بعملها بشوف الشكل ده بيعبر عن إيه، فأنا عارف إن في علاقة بتقول لي إن الدبليو بيساوي اف في الدي كوزاين سيتا، بس هو هنا ما ادينيش سيتا فانا مش هكتبها. طب انا استخدمت ايه؟ استخدمت الاف والدي، يبقى بقول الميل بتاعي بخبي اللي انا استخدمت ده، يبقى الميل بتاعي بيساوي مين؟ الشغل. طب خارج اسمهم؟ لا مش خارج اسمهم، ده خارج ضربهم عشان هم مضروبين اهو. يبقى انا الشغل بتاعي دبليو يبقى هيساوي المساحه اللي تحت المنحنى. الشكل ده عباره عن ايه؟ عن مثلث، فانا اروح اجيب مساحه المثلث ده كده كله. طب مساحه المثلث نص القاعده بتاعتي ب 8، يبقى نص في 8 في الارتفاع بتاعي ب 20. واحد يجي يقول لي يا مستر النص ده جه منين؟ هو يا عم مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، يبقى نص 8 في 20 يعني دي 80 جول. سؤال جميل وسهل. طب السؤال اللي بعديه احلى، بيقول لي السؤال اللي بعديه يا عم الوان يا عم. السؤال عليه بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي صندوقين، صندوق A وصندوق B. الصندوق A كتلته 5، الصندوق B كتلته 3. الصندوق A على ارتفاع 2، الصندوق B على ارتفاع كام؟ 3. تعال نقرا بيقول لي عندي صندوقين A و B كتلتهما 5 كيلو جرام 3 كيلو جرام على الترتيب. الصندوق A موضوع على ارتفاع 2، والصندوق B موضوع على ارتفاع 3 من سطح الارض. بيقول لي لكي تصبح طاقة الوضع الصندوق A تساوي 2 على 3 من طاقة الوضع الصندوق B. ده معناه ايه؟ قلنا لما يقول لي الاثنين بيساووا بعض اساويهم ببعض، يبقى اهو، يبقى طبعا عايز اكتب اهو. ايه اهو ماشي، انا عايز اكتب اهو، يبقى اول حاجه اعملها اهو طاقة الوضع بتاع الصندوق A تساوي، هل طاقة وضع الصندوق B؟ لا، قال لي 2 على 3، اروح كاتب اهو 2 على 3 من طاقة الوضع بتاع الصندوق B. طب بيقول اهو عشان الاثنين يكونوا بيساوي بعض وفي 2 على 3 فإنه يجب تحريك الصندوق B بمقدار، يعني المفروض احركهم بمقدار قد ايه؟ هفكهم يا عم مش اكتر، نفس اي سؤال بتاع هنا H M G وهنا H M G، وكان في هنا كام؟ 2 على 3 ما انساهاش، الجي طلعت مع الجي تمام، فانا ما كتبتهاش. طب الاي زي ما هو، الاي الارتفاع بتاعه بكام؟ ب2 وكتلته بكام؟ ب5، روح كاتبه. تعال خده من هنا، يبقى الارتفاع بتاعه هو بتاع الاي 2 وكتلتي ب5 يساوي، طب اهو 2 على 3. الارتفاع دوت اللي عايز احسبه بقى، بقول لك الارتفاع ده هزود بمقدار قد ايه؟ ادي الارتفاع بتاعه في الكتله بتاعتي بكام؟ 3. اكتب الكلام ده على الاله واشوف الاتش طالب كام. طيب الاتش بتاعي طلع ب5، يبقى انا اروح مختار 5 لاعلى، يبقى انا عبيط وما بفهمش فيزياء. لو عملت كده هتتغفل. هو كان الراجل ب3 متر اهو، قال لك هزوده بمقدار، عارف لو كان قال لك الى كنا اخترنا 5 لاعلى زي الفل، لكن كلمه بمقدار يعني هزود قد ايه؟ هو كان 3 المفروض يبقى ب5، يبقى انا هزود قد ايه؟ 2 صح؟ يبقى خلي بالي
كلمه بمقدار ده احنا خدناها اصلا الترم الاولاني لو انتوا فاكرين يعني. يبقى كلمه بمقدار ازود قد ايه او انقص قد ايه، لكن لو كان قال لي الى كنت اخترت التاني على طول. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا خلصنا الفصل الاول شرح وحل الاسئله المهمه اللي عليه اللي هي كانت جايه لكم في النماذج الاسترشاديه. تمام. ممكن تكملوا بقى حل اسئله، احنا ما حلناش اسئله كتير تقريبا، حلينا 7 أو 8. ممكن تكملوا حل اسئله فيديوهات التقييمات عندكم واليوتيوب عندكم. تمام. بعد كده ننزلها لكم على اليوتيوب كلها. طيب نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفصل الثاني. طيب الفصل الثاني كان بيتكلم لي عن الحركه الدوريه، وكان عندي منها نوعين، الحركه الاهتزازيه والحركه الموجيه. قلنا لو انا عندي قلم، القلم ده عمل كده فانا بقول القلم ده بيتهز ليه؟ بيتحرك يمين وشمال موضع السكون. فانا عندي كذا حاجه للحركه الاهتزازيه، زي الثقل ده بيتحرك فوق وتحت موضع السكون، الوتر بيتحرك يمين وشمال موضع السكون، الشوكه الرنانه هكذا، والبندول هكذا. احنا على الاغلب بندرس على البندول. الموضع ده اسمه موضع السكون. ليه سميته موضع السكون؟ عشان لو الجسم سبته هي سكون هنا. تمام؟ طب الجسم قلنا فيه شويه مصطلحات في الحركه الاهتزازيه، هي عباره عن مصطلحات. لو الجسم اتحرك بقى هنا فبقول ان الجسم ده كده عمل ازاحه. طب لو اتحرك بقى هنا الجسم برضو عمل ازاحه. ليه؟ اتحرك يمين وشمال موضع السكون بتاعه. طب لو الجسم عمل اكبر ازاحه دي كنا بنسميها ايه؟ سعه الاهتزازه. يبقى سعه الاهتزازه هي اكبر ازاحه الجسم بيعملها. طب يبقى احنا خدنا اهو لو الجسم اتحرك اكبر ازاحه بتاعته دي كنت بسميها ايه؟ سعه الاهتزازه. تمام؟ طيب يبقى سعه الاهتزازه هي اقصى ازاحه للجسم. امتى اقول ان الجسم بيعمل اهتزازه كامله؟ لما بيعمل 4 من سعه الاهتزاز. يبقى الاهتزازه الكامله هي عباره عن 4 في سعه الاهتزاز. يعني لو جه قال لي سعه الاهتزازه ب5 متر، الاهتزازه الكامله كام متر؟ 20. 5 في 24. والعكس صحيح، ممكن يجي يقول لي الاهتزازه الكامله او الدوره الواحده او الموجه الواحده المسافه بتاعتها 20 متر، يبقى سعه الاهتزازه اروح اقسم على 4 يدينا كام؟ 5 متر. تمام؟ يبقى دي كده الاهتزازه الكامله. يبقى الاهتزازه الكامله بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، الجسم راح عمل اقصى ازاحه. هل هيثبت فوق؟ لا، هيرجع فيعمل تاني اقصى ازاحه. كده عمل كام؟ 2. وبعد كده يروح الناحيه الثانيه عمل اقصى ازاحه، ادي كده 3. بعد كده رجع عمل كده 4. لما بيعمل 4 ساعه اهتزازه بسميه كده عمل اهتزازه كامله او اهتزازه واحده. تمام؟ طيب تعال نخش بقى على الجد بقى والمهم شويه. عارفين انتوا لما بتتفرجوا على فيلم لو قلت لك زمن الفيلم ده قد ايه هتقول لي ساعتين مثلا. طب عرفت منين؟ من اول ما بدا لحد ما انتهى خد ساعتين، مش محتاجه فيزياء. نفس الفكره دي اسمها دوره، اللي هو الموجه واحده او الدوره او الاهتزازه الواحده ممكن اسميها دوره. طب ايه بقى الزمن الدوري؟ الزمن اللازم لعمل دوره واحده. طب ما الدوره دي كام ساعه؟ 4. يبقى الزمن الدوري ليه كذا قانون بقى. ممكن اول قانون عندي بيبقى 4 في زمن سعه الاهتزاز. يعني لو جه قال لي سعة الاهتزازة زمنها 2 ثانية، يبقى الزمن الدوري كام ثانية؟ اضرب 2 في 4 ب 8، يبقى 8 ثواني. طب القانون الثاني للزمن الدوري، القانون ده مهم جدا جدا جدا. الزمن الدوري اللي هو التي كابيتال هو عبارة عن الزمن اللازم لعمل دورة، يبقى الزمن الكلي على عدد الدورات. يبقى الزمن الدوري هو الزمن الكلي على عدد الايه؟ الدورات. طب بعد كده خدنا حاجه اسمها التردد اللي هي ميو، كانت بتتقاس بالهرتز. قلنا التردد هو عدد الدورات في الثانيه الواحده. يبقى انا ممكن اقول ان الميو بيساوي ان على التي.
الميو ديت اللي هو التردد، الان اللي فوق دي اللي هو عدد الدورات. طب التي هو الزمن الكلي. طب ملاحظين الاثنين دول عكس بعض، يعني ممكن اقول ان التردد ليه قانون تاني، ممكن اقول ان التردد هو عباره عن مقلوب الزمن الدوري. يعني لو جبت الزمن الدوري ب5 يبقى التردد 1/5. وممكن هنا اقول قانون، ممكن اقول ان الزمن الدوري هو عباره عن مقلوب التردد. يعني لو جبت التردد ب50 يبقى الزمن الدوري 1/50. اقلبهم، يبقى لو جبت ده اعرف اجيب ده، ولو جبت ده اعرف اجيب ده، وبينهم علاقه عكسيه. عشان لو جبت رسمه بيانيه علاقه عكسيه، الزاويه بتاعتهم واحد، الميل بتاعهم بواحد، يعني الزاويه ب45. طب كان في قانون ثالث للتردد هناخده كمان شويه، بس قلت اكتبه لكم، انتوا كده المفروض عارفينه. عارفين ان السرعه بتساوي الطول الموجي في التردد. لو انا عايز اجيب التردد احط السرعه هنا، احط قيمه الطول الموجي هنا، واجيب التردد بصفر، او اقسم السرعه على الطول الموجي. بس انا ما بحبش اعمل الكلام ده عشان ما تدخلوش نفسكم في الرياضه، كفايه عليكم في الفيزياء اصلا، انتوا احيانين خالص في الرياضه. ماشي. طب الشكل ده ممكن احوله لشكل بياني. فانا هنا عملت اقصى ازاحه، كنت بادئ من نقطه الصفر اللي هو نقطه السكون، كنت بادئ من نقطه الصفر، عملت اقصى ازاحه. فسعه الاهتزاز هو اعلى ارتفاع، لو قال لي وجد سعه الاهتزاز اعلى ارتفاع. كده عملت ربع دوره، بعد كده نزلت تاني لنفس نقطه الصفر، رجعت لنفس النقطه، بعد كده هروح اعمل اقصى ازاحه بس في عكس الاتجاه، بعد كده ارجع تاني. فالشكل ده هو الشكل ده. طيب بيجيب لي بقى الشكل ده ويجي يحط لي هنا مثلا زمن مثلا 10 ثواني. تمام. يجي يقول لي اول حاجه ايه؟ اوجد سعه الاهتزاز. يجي يحط لي هنا مثلا اهو 5، يحط لي هنا مثلا 10. سعه الاهتزاز هي اقصى ازاحه وصلت لها فوق بكام؟ ب10. سهله. طب عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الزمن الدوري. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل دوره واحده، يعني قمه كامله مع قاع كامل، دي كده اسمها دوره. طب هو مش مديهولي. طب مش هو مديني هنا الزمن الكلي وانا اعرف اجيب عدد الدورات؟ يبقى الزمن الدوري هو الزمن الكلي بتاعي ب10 على عدد الدورات. ادي كده 1 2 3 على 3. شوف يطلع لي بكام. نفترض مثلا هو مثلا طلع مثلا ب3 و3 ثانية. طب لو انا عايز اجيب التردد يبقى 1 على 3.3، بس مش اكتر ولا اقل. طيب ده كده الحركة الاهتزازية. هنبدأ بقى نشرح دلوقتي الحركة الموجية اللي هو الدرس الثاني في الفصل الثاني. طب الحركة الموجية عندي قلنا الموجات دي بتنشأ نتيجة اضطراب، يعني لازم تتخبط، لازم يعني يحصل حاجة عشان تنشأ. طب أنا عندي نوعين من الموجات في الأول، موجات ميكانيكية، موجات كهرومغناطيسية. إيه الفرق بينهم يا مستر؟ الموجات الميكانيكية دي محتاجة وسط علشان تنتشر، محتاجة مية، محتاجة حاجة صلبة، محتاجة حاجة غازية زي الهواء اللي احنا بنتكلم فيه. الموجة الميكانيكية دي لازم وسط لكي تنتشر، لكن الموجة الكهرومغناطيسية بتنتشر في الفراغ، مش محتاجة وسط. الموجة الميكانيكية زي ايه؟ زي الصوت. الصوت محتاج وسط عشان ينتشر. لو انا واقف في المكان دوت مقفول عليا بإزاز، ما بيعديش الصوت، وواحد واقف بره مهما اتكلم مهما زعق مهما اعمل صوت اللي بره ده مش هيسمعني. لكن لو انا معايا شعاع ليزر سلطته على الازاز هيعدي عادي، عشان هو مش محتاج وسط عشان ينتشر. دي من حكمة ربنا علينا ان احنا الضوء بتاع الشمس والحراره بتجيلنا ليه؟ بتنتشر في الفراغ عشان هي موجه كهرومغناطيسيه. لكن الصوت بتاع الانفجارات بتاعت الشمس والكواكب، والكوكب يخش في نيزك ونيزك يخش في نيزك وكوكب يخش في كوكب، وانفجارات عظيمه ما بنسمعهاش عشان الصوت موجه ميكانيكيه فما بينتشرش عشان فوق في فراغ، فهو مش عارف يجيلنا. حتى العلماء لما يجي يطلعوا فوق في الفضاء على القمر مثلا ولا على اي حته ما يعرفوش يسمعوا بعض، ليه؟ مفيش هواء ينقل الصوت، في فراغ، فبيتكلموا بجهاز لاسلكي جوه البدله بتاعتهم. طيب ده كده ملخص على الموجه الميكانيكيه والكهرومغناطيسيه. الموجه الميكانيكيه هندرسها في الفصل ده اللي هو الدرس بتاعنا النهارده. الموجه الكهرومغناطيسيه هندرسها ان شاء الله في الفصل الثالث، وخصوصا جزء صغير منها اللي هو الضوء. طب بعد كده خدنا الحركه الموجيه. الحركه الموجيه عندي نوعين، موجه ميكانيكيه وموجه كهرومغناطيسيه. طب كل موجه منهم محتاج اعرف شكلها،
اعرف اتجاه الجزيئات معاها ولا عمودي ولا عكسها ولا إيه الدنيا، واعرف حاجه اسمها الطول الموجي. طب الموجه المستعرضه، نفترض ان انا عندي حبل وبدات اعمل موجه، تمام؟ او عندي مثلا سطح البحر فبيعمل موجه، فلو احنا لاحظنا هنلاقيها اللي هي بتتكون من الشكل ده، تتكون من جزء فوق كده اسمه قمه، وجزء تحت اسمه قاع. قمه قاع قمه قاع. يبقى اول حاجه الموجه المستعرضه تتكون من قمم وقياع، تمام؟ كل قمه وقاع اسمها موجه. يبقى الموجه هي عباره عن قمه كامله وقاع ايه؟ كامل، دي كده اسمها موجه، تمام؟ طيب اتجاه الجزيئات، نفترض ان انا عندي الحته دي في الحبل، الحته دي اهي، ده كان الحبل بتاعي، دي الحته بتاعتي. انا عملت موجه كده، فالموجه هتتحرك كده، فده اتجاه انتشار الموجه اهو كده. طب هل الجزيء ده اتنقل معاها لحد هناك وبعد كده رجع تاني، ولا هنا في مكانه طلع فوق فعمل قمه نزل تحت فعمل قاع؟ لا، هو في مكانه طلع فوق عمل قمه ونزل تحت فعمل قاع. فاتجاه الجزيئات كده واتجاه الانتشار كده، واتجاه الجزيئات لاعلى والاسفل، طلعت فوق عملت قمه ونزلت تحت عملت قاع. فكده مع اتجاه الانتشار ولا عمود على اتجاه انتشار؟ لا، عمود على اتجاه انتشار. يبقى الموجه المستعرضه خدنا فيها معلومتين، تتكون من قمم وقيعان. المعلومه الثانيه اتجاه الجزيئات عمودي على اتجاه الايه؟ الانتشار. طيب نفس الفكره اهو، اتجاه الجزيئات عمود على اتجاه الايه؟ الانتشار. طيب ماشي، هناخد بقى حاجه اسمها طول الموجي. طول موجي. الطول الموجي ده بنصدر بالرمز لامدا، شبه الواي المقلوبه كده، تمام؟ الطول الموجي ده عباره عن ايه؟ عباره عن، انا جيت قلت لك طول القلم ده عباره عن ايه؟ من اول القلم لاخر القلم. الموجه دي طولها عباره عن ايه؟ من اول الموجه، من اول هنا لحد اخرها هنا، ده كده اسمه الطول الموجي. بس احنا علشان نحل مسائل فانا بقول لك الطول الموجي هو عباره عن المسافه بين قمتين ورا بعض، او المسافه بين قاعين ورا بعض. يبقى الطول الموجي نحفظه مع بعض، هو المسافه بين قمتين ورا بعض او قاعين ورا بعض. طب لو جه قال لي المسافه بين القمه والقاع، هل كده طول الموجي ولا نصه؟ لا نصه، يبقى خلي بالك، تمام؟ يبقى الطول الموجي هو المسافه بين قمتين ورا بعض وقاعين ورا بعض. طب لو جه قال لي المسافه بين القمه الاولى، هنا القمه دي يعني، والقمه دي، مديني المسافه دي كلها وبيقول لي احسب الطول الموجي يا ترى بكام؟ فانا غصب عني اروح اجيب قانون للطول الموجي. قانون الطول الموجي، الطول الموجي بيساوي المسافه بتاعه اللي انا مشيتها كلها على عدد الدورات او عدد الموجات او عدد الاهتزازات، تمام؟ يبقى زي ما احنا قلنا اهو، الطول الموجي القانون بتاعه اكس على الان. الاكس هي المسافه اللي انا مشيتها، والان عدد الدورات. طب الان دي بقى ممكن يلعب فيها. لو جه قال لي من القمه الاولى الى القمه الثانيه، يبقى ده كده الان بواحد، يبقى المسافه هي الطول الموجي. طب لو جه قال لي بقى من القمه الاولى الى القمه العاشره، اطرحهم من بعض يبقى الان بتسعه. من القاع الثاني الى القاع الثامن اطرحهم من بعض يبقى الان بكام؟ بسته، تمام؟ يبقى لو قال لي من قمه لقمه اطرحهم، من قاع لقاع اطرحهم. طب لو حب يلعب يعني، وان شاء الله مش هيلعب في الحته دي بس برضه ناخدها، لو جه قال لي من القمه الى القاع بعمل ايه؟ اطرحهم عادي واروح جامع نص. طب لو جه قال لي من القاع الى القمه اطرحهم عادي واطرح نص، يبقى لو من قمه لقاع اطرح واجمع نص. طب من قاع للقمه اطرح واطرح نص، تمام؟ يبقى من قمه لقاع بطرح واجمع، لكن من قاع لقمه اطرح واطرح، تمام؟ طيب دي كده الموجه المستعرضه بتاعتي. طب الموجه الطوليه شبهها، لو انا جبت سوسته وحطيتها فوق وعندي زنبرك ورحت شديت الزنبرك وسبته، السوسته كلها هتطلع والسوسته كلها هتنزل، السوسته كلها بالجزيئات بتاعتها هتطلع، السوسته كلها بالجزيئات بتاعتها ايه؟ هتنزل. نفس الفكره اهو. طب يبقى انا عندي الموجه الطوليه كانت بتتكون من حاجه اسمها تضاغطات. التضاغطات دول لما يكون السوسته قريبه من بعض فالكثافه عاليه، وحاجه اسمها تخلخلات لما السوسته تبعد عن بعض فالكثافه قليله، يبقى التضاغط كثافته عاليه، تخلخل كثافته قليله. طب اتجاه الجزيئات، ادي اتجاه الانتشار،
ما الجزيئات بتنتشر في نفس الاتجاه صح؟ يبقى اتجاه الجزيئات مع اتجاه انتشار، يبقى الاثنين مع بعض، يبقى اتجاه الجزيئات واتجاه الانتشار الاثنين ايه؟ مع بعض. طب الموجة الطولية، لا عندي حاجة اسمها طول موجي، طول موجي الرمز بتاعه برضه لامدا. طب القانون بتاعه هو نفس القانون، المسافة على الان، نفس الفكرة كلها. الطول الموجي هو المسافة بين تضاغطين ورا بعض، أو المسافة بين تخلخلين ورا بعض. طب لو جه قال لي من تضاغط لتضاغط أطرحه، من تخلخل لتخلخل أطرحه، طب من تضاغط لتخلخل أطرح وأجمع نص زي كم موقع كده. طب من تخلخل لتضاغط أطرح وأطرح نص زي من قاع لقمة. يبقى كلمة قمة شلتها حطيت مكانها تضاغط، كلمة قاع شلتها حطيت مكانها تخلخل. ده الفرق بين الموجة الطولية والموجة المستعرضة. تاني فرق، الموجة المستعرضة اتجاه الجزيئات عمودي على اتجاه الانتشار، لكن الموجة الطولية اتجاه الجزيئات واتجاه الانتشار مع بعض. دي مقارنة انا حاططها لكم بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية اهي، تمام؟ والامثله بتاعت الموجه المستعرضه والامثله بتاعت الموجه الطوليه وشرحناهم بالتفصيل المفروض. طب هناخد دلوقتي بقى حاجه اسمها حساب السرعه، تمام؟ عايز احسب السرعه ما احنا عارفين ان المسافه دي كده كلها بتاعت الموجه سميتها انا طول موجي صح؟ وعرفنا الزمن اللازم لعمل موجه واحده سميته زمن دوري. واحنا كنا عارفين من زمان ان القانون بتاع السرعه بيساوي المسافه على الزمن. فانا هشيل المسافه دي احط مكانها طول موجي، وهشيل الزمن ده احط مكانه زمن دوري عشان بحسب للموجه الواحده. طب الزمن الدوري ده كنا واخدين اهو ان الزمن الدوري هو عباره عن واحد على التردد. كده كده الاستنتاج ده مش عليكم، فانا هشيل الزمن الدوري اهو واروح حاطط اهو واحد على التردد، مقام المقام هيطلع بس، فهيطلع لي في اخر اللي عندي القانون بتاع السرعه. السرعه بتساوي ايه؟ بتساوي معلش، السرعه عندي بتساوي طول الموج بتاعي في التردد. يبقى القانون بتاعي السرعه بتساوي طول الموج في التردد، او ممكن تساوي قانون تاني اللي هو بتاع زمان اللي هو المسافه اللي انا مشيتها على الزمن الكلي. ده القانون بتاع السرعه، تمام؟ يبقى قانون السرعه لامدا نيو. طيب ده استنتاج سريع كده، يلا بس نحل عشان الوقت، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. جه يقول لي ايه؟ بيقول لي جسم مهتز يستغرق فتره زمنيه مقدارها 4 من 100 ثانيه حتى يصل لاقصى ازاحه. اقصى ازاحه اللي هي السعه بتاعتي. طيب مبتعدا عن موضع السكون الاصلي فان التردد، طبعا مش عارف اجيب التردد بس اعرف اجيب مين؟ الزمن الدوري، ومن الزمن الدوري اجيب التردد. طب انا عندي الساعه الواحده ب 4 من 100 ثانيه، يعني التردد بتاعي معلش الزمن الدوري بتاعي هيساوي 4 في الزمن ساعه الاجتياز اللي هو 4 من 100، يعني هيدينا 4 في 4 من 100 اللي هو هيدينا كام؟ 16 من 100. تمام؟ ده كده التردد، ده كده الزمن الدوري. طب لو انا عايز اجيب التردد بتاعي هو عباره عن مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 0.16. تعالى نشوف الكلام ده هيطلع لي بكام. ماشي 1 على 0.16 هيطلع لي ب6.25 هرتز. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي الشكل المقابل يوضح موجة مستعرضة، مديني السرعة بتاعتي ب10 ومديني التردد بتاعي ب2.5، عايز يحسب المسافة بين A و B. فين A؟ اهي. فين B؟ اهي. طب ايه علاقة المسافة بالسرعة والتردد؟ أكيد مديك السرعة والتردد عشان تروح تجيب الطول الموجي يا ذكي. ما أنا عارف إن في علاقة أهو، بيقول لي إن السرعة بيساوي الطول الموجي في التردد. طب السرعة بتاعتي بكام؟ ب10 هتساوي الطول الموجي ده مجهول اللي عايز اجيبه في التردد بتاعي 2.5، يبقى 10 على ال 2.5. ثانية واحدة بس معلش.
يعني كده الطول الموجي بتاعي هيساوي 4 متر، عشان الطول الموجي ده مسافة. طب أنا جبت الطول الموجي ب4، طب هو عايز يحسب إيه؟ عايز يحسب المسافة من هنا لهنا. طب أنا عارف إن الطول الموجي بتاعي بيساوي المسافة اللي أنا مشيتها على عدد الدورات. طب الطول الموجي ب4 هيساوي المسافة اللي أنا مشيتها بكام؟ مجهول. طب عدد الدورات عندي بكام؟ أدي من قمة لقمة ب1، وده نص صح؟ يبقى 1.5. 1.5 في 4 يعني الطول الموجي بتاعي بكام؟ ب6 متر. المسافة بتاعتي ب6 متر. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي السؤال اللي بعديه بيقول لي يكون التردد أكبر عدديا من الزمن الدوري بمقدار 3.75 عندما يكون الزمن الدوري. تعال نترجم الكلام ده للفيزياء. بيقول لي عندي التردد أكبر من الزمن الدوري بمقدار 3.57. يعني لو جيت قلت اهو التردد ناقص الزمن الدوري هيطلع لي بكام؟ ب3.75. اهو تردد اكبر عددين لما اطرحهم من بعض هيطلع لي الرقم ده عشان هو اكبر عددين منه. تمام؟ طيب ما انا ممكن افك التردد ده. هو عايز يحسب الزمن، تمام؟ عايز يحسب الزمن الدوري، فانا افك التردد. لو كان عايز احسب التردد كنت فكيت الزمن الدوري. طب انا عارف ان التردد ده اللي هو بكام؟ ب1 على التي ناقص التي هيساوي 3.75. طب احلها ازاي؟ بالآلة بطريقة سولف. تعالى نكتبها على طريقة سولف اهي. او ممكن نعمل طرفين في وسطين وتطلع دالة أسية من الدرجة الثانية. تمام؟ ونحلها بمود 5. بس انا هحلها بسولف اسهل يعني 100 مرة. هنحط مكان التي اكس ومكان التي اكس هحط 2 اكس. طيب 1 على اكس ناقص اكس بيساوي 3.75. طيب ماشي ثانية واحدة شوف بس هيطلع لي بكام. ماشي طلعت لي ب 25 من 100. 25 من 100 اللي هي ربع ثانية. يبقى الإجابة بتاعتي ربع ثانية. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان النسبة بين التردد جسم مهتز والزمن الدوري 49 على 4 فإن الزمن اللازم لعمل 21 اهتزازا. طب تعالى نترجم. بيقول لك النسبة بين التردد والزمن الدوري. يعني النسبة يعني اسم. يبقى أهو تردد على الزمن الدوري يساوي كام؟ 49 على 4. طب ما أنا ممكن أشيل الزمن الدوري ده ممكن أشيله صح؟ وأحط مكانه إيه؟ 1 على التردد ومقام المقام هيطلع بسط صح؟ فالتردد هيطلع فوق فيبقى عندي نيو تربيع هيساوي 4.9 على 4. طب تعالى نجيب بقى الميول وحدها. يبقى جذر 49 على 4. شوف يطلع لي بكام. هيطلع لي كده ان التردد بتاعي طلع بكام؟ طلع ب7 على 2. طب هو عايز احسب ايه؟ الزمن اللازم لعمل كذا دورة. طب ما انا عارف ان القانون بتاعه اهو بيقول لي ان التردد بيساوي n على التي. التردد اللي لسه جايبه ب7 على 2 هيساوي n بتاعتي ب21 على التي. يبقى 21 على 7 على 2. 21 على 7 على 2 هيطلع لي ب6 ثواني. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي رسم البيان المقابل يوضح علاقة. طب بس نمسح الكلام ده. بيقول لي رسم البيان المقابل يوضح علاقة بين الإزاحة والزمن تمام لموجة مستعرضة. بيقول لي فتكون النسبة بين النقطة A و B. فين A و B؟ ما هي A و B دي عبارة عن طول موجي عشان نفس الطور. طيب أو نفس الطور معلش. وسعة الموجة. فين السعة؟ هل ال8 ديت ولا من هنا؟ من هنا. يعني كده كام؟ 4/10 عشان الساعة مش كلها من أول نقطة البداية لحد فوق. 4/10 فوق 4/10 تحت. طيب عايز أحسب النسبة بينهم. يبقى أنا هجيب الطول الموجي وبعد ما أجيب الطول الموجي
احسب النسبه بينهم. طب الطول الموجي هجيبه ازاي؟ ما هو مش عندي. طب مش هو مديني المسافه دي كلها وانا عندي عدد الدورات دي احسبها؟ يبقى الطول الموجي بتاعي هو عباره عن المسافه على عدد الدورات. طب المسافه بتاعتي بكام؟ هو مديني ب 14. طب عدد الدورات ادي كده 1 2 3 ونص. يبقى نكتب اهو 14 على 3 ونص هيطلع لي 4. طيب يبقى كده عندي الطول الموجي عندي بكام؟ ب 4 متر. طب عاوز احسب النسبه بين المسافه ديت اللي هو الطول الموجي وسعه الاهتزاز. سعه الاهتزاز بكام؟ ب 4 من 10. يبقى النسبه بتاعتي يبقى 4 على 4 من 10. 4 من 10 ديت 4 على 4 من 10 تدينا 10. يبقى المسافه دي بكام او النسبه دي بكام؟ ب 10. واكيد النسبه ملهاش وحده قياس. طيب بيقول لي موجه مستعرضه. تمام، بيقول لي موجه مستعرضه. تعال بس نطلع الاول دي في شويه. طب بيقول لي اهو موجه مستعرضه المسافه الافقيه بين القمه والقاع. هل ده كده طول موجي ولا نص الطول الموجي؟ لا نص الطول الموجي. يبقى لو انا عايز اجيب الطول الموجي اضرب في 2. تعال بس نشوف المساله. بيقول لي المسافه الافقيه بين القمه والقاع متتاليين هي ضعف المسافه الرأسيه بين قمه وقاع متتاليين. طب تعالى نرسم عشان نتخيل. انا عندي موجه اهي، عندي كده دي قمه وقاع. بيقول لك المسافه بين القمه والقاع المسافه الافقيه دي كده، هو بيقول لي ضعف المسافه الرأسيه دي، ضعف دي بين قمه وقاع. هو قال لي كده. طيب فإذا كان سرعة الموجة والتردد فإن الساعة، عايز يحسب الساعة دي الجزء ده بس مش كل ده. طيب من السرعة والتردد أكيد هجيب الطول الموجي. يبقى أنا عندي أهو السرعة بيساوي الطول الموجي في التردد. السرعة بتاعتي مديها لي ب 20 هيساوي الطول الموجي ده عندي مجهول في التردد بتاعي بكام؟ ب 10. 20 على 10 يبقى الطول الموجي عندي بكام؟ هيساوي 2 متر. طب الطول الموجي ب 2 متر. طب هو بيقول لي اهو المسافه بين قمه وقاع. طب معلش المسافه دي بين قمه وقاع يعني من هنا لهنا صح؟ المسافه دي كده، المسافه دي كده بين القمه والقاع ده عباره عن نص الطول الموجي. طب انا الطول الموجي جايبه بكام؟ ب2. طب نصه بكام؟ يبقى المسافه ديت اللي هي المسافه بين القمه والقاع دي بكام؟ بواحد. يبقى المسافه بتاعتي هيساوي 1. ما هو الطول الموجي كله ب2، نصه بكام؟ ب1. مش محتاجه يعني. طيب هو بيقول لي في بقى علاقه، بيقول لي ان انا المسافه ديت ضعف المسافه دي كلها. يعني المسافه دي كلها بكام؟ بنص. جاي النص ده منين؟ ما هنضعف الواحد صح؟ ما هو الواحد ده ضعفها. طب دي كلها بنص، هل كده عايز سعه الاهتزازه؟ هل دي سعه الاهتزازه ولا لا؟ دي ضعف سعه الاهتزازه. يبقى سعه الاهتزازه هي المسافه دي بس كده. يعني هتدينا في الاخر كام؟ ربع. هي مساله لفه شويه بس مساله سهله، لو مشينا عليها خطوه بخطوه هتلاقيها سهله في الاخر. انا جبت الطول الموجي والمسافه دي نص الطول الموجي فقسمت على الاثنين او ضربت في نص فطلع المسافه دي ب1. هو قال لي المسافه دي ضعف دي كلها فدي اكيد بنص. طب هل دي الساعه؟ لا دي ضعف الساعه. يبقى قسمت على الاثنين تاني يبقى تديني في الاخر كام؟ ربع متر. طيب السؤالين دول كويسين وبيعتمدين على الدرس على الفصل الاول، فانا هحل لكم واحد وتحلوا انتوا التاني والفكره بتاعتهم واحده. فانا قلت اقول لكم الفكره عشان لقيتها في امتحان الشهر اللي هم منزلين اللي هو النماذج. بيقول لي يقف رجل بين برجين. طب تعال نرسم عشان نتخيل. لاب انا عندي برج هنا اهو وعندي برج هنا اهو برضه، وعنده راجل غلبان هنا اهو، تمام؟ تلاقيه لابس جوانتي. الراجل دوت بيقول لي واقف عند برجين يبعد عن احدهما 100 متر. فالمسافه دي كده
100 متر، ويبعد عن الاخر 400 متر. المسافه من هنا للبرج التاني ده 400 متر. طيب عندما يحدث صوتا على طبله، هو الراجل ده كان معاه على طبله تقريبا، دي طبله مش جوانت، ماشي. الراجل طبل عمل على الطبله كده، يسمع صوتين الفاصل الزمني بينهما، الفاصل الزمني يعني الفرق ما بينهم، سمع صوتين، صوت راح للبرج ورجع له تاني اللي هو الصدى، وصوت تاني راح للبرج التاني ورجع له. فاكيد الزمن اللي هنا اكبر من الزمن اللي هنا، لما طرحهم من بعض طلع بكام؟ ب2. ده التفصيل بتاع الجمله دي. بيقول لي احسب سرعه الصوت في الهواء. طب احسبها ازاي؟ ده ولا مديني زمن ولا مديني مسافه، احسبها ازاي؟ طب ما انا عارف يا عم، مش اسمه دوت الزمن هنا ناقص الزمن هنا بيساوي 2. اروح كاتب كده اهو، الزمن بتاع الحدث الثاني ناقص الزمن بتاع الحدث الاولاني، لما طرحتهم من بعض طلع ب2. طيب مش انا عارف ان السرعه زمان كانت بتساوي مسافه على الزمن؟ لو انا عايز اجيب الزمن لوحده في طرف، يبقى المسافه او الازاحه على السرعه. يبقى انا الزمن اهو الازاحه بتاعت الجسم الاول على سرعته، كده كده السرعه ثابته. ليه بقى؟ ما ده صوت، ناقص الازاحه بتاعت الجسم الثاني على سرعته هيساوي 2. انا بس بفك، ما عملتش اي حاجه. طب المسافه الاولى ب 100، لا مش ب 100، ب 200. ما هو راح ورجع تاني، ما هو صدى الصوت اللي جيب البرج، يبقى راح 100 ورجع 100، يبقى كده 200. وانا كاتبه اهو، يبقى انا 200 على الفي ده مجهول ناقص، بس على فكره كنا ممكن المفروض يعني اكتب هنا 800، بس ما علينا يعني، ناقص. طب التاني راح 400 ورجع زيهم كمان 400، تمام؟ يبقى هنا اهو 800 على الفي هيساوي 2. اكتب الكلام ده على الاله، وهنا مكان الفي احط اكس اشوف هيطلع لي بكام. تمام؟ تعالوا نشوف هيطلع لي بكام. طيب 200 على اكس ناقص 800 على اكس بيساوي 2. شيفت سولف يساوي، طيب يا رب تتحل بقى. طب طلع عندي بكام؟ ب 300، بس سالب 300. فانا ليه سالب 300؟ عشان انا المفروض كنت طرحت التاني من الاولاني بس، مش اكتر ولا اقل، زي ما انا كنت عاملها هنا فوق، بس انا جيتها انا عكستها. فانتوا تروحوا التاني من الاولاني. يبقى انا عندي السرعه بتاعتي بتساوي 300 متر على الثانيه. طيب المساله ديت هي المساله دي، بس بالاختلاف هنا اللي هو عايز يحسب ايه؟ الزمن. تمام؟ فانا هعوض بالسرعه، هو مديني السرعه اهو، واحسب الزمن بس قد ايه. فانا هكتب نفس القانون نفس كل حاجه، فجربوا انتوا فيها. وهنا انا عندي الحدث ده ادي كده مره، وهيروح ويرجع مره. ففكروا فيها وحلوها، وحلوها لي في الكومنتات، قولوا لي هتطلع معاكم بكام. طب ده كده الفصل الثاني، خلصنا الشرح بتاعه وحلينا عليه شويه اسئله اللي كانت موجوده في النماذج الاسترشاديه، اللي هي الاسئله اللي فيها افكار شويه. طيب سمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نركز بقى في الفصل الثالث. الفصل الثالث مش كله علينا اول درس بس، اللي هو انتشار وانعكاس وانكسار الضوء. طب قبل ما نخش في الضوء، عرفنا ان الضوء ده موجه كهرومغناطيسيه عشان بينتشر في الفراغ، السرعه بتاعته ثابته ما بتتغيرش طالما هي في نفس الوسط، وفي الفراغ سرعته ب 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه. عرفنا ان انا عندي موجات كهرومغناطيسيه كتير، زي الراديو، الميكروويف، الاشعه تحت حمراء، الضوء المرئي اللي انا هدرسه اللي هو جزء صغير من 400 نانو ل 700 نانو، اشعه فوق بنفسجيه، اشعه سينيه، اشعه جاما. المفروض احفظهم. الالوان دي المفروض احفظها. قلنا هنحفظ الالوان دي في كلمه اسمها حرص خزين. كل حرف بيدل على الحرف الثاني في اللون، يعني ح احمر، ر برتقالي، ص اصفر. طب ليه احفظ دول بالترتيب واحفظ الالوان بالترتيب؟ عشان عارف ان هنا عند الراديو ده اكبر طول موجي، يعني اقل تردد. هنا عند اشعه جاما دي اكبر تردد، يعني اقل طول موجي. كل ما امشي كده كل ما الطول الموجي بيزيد. طب كل ما امشي كده كل ما التردد هو بيزيد، بينهم علاقه عكسيه.
يعني لو جيت قلت لك الاشعه فوق بنفسجيه واشعه الميكروويف، مين اكبر في الطول الموجي؟ هتقول لي الميكروويف عشان ناحيه هناك. طب مين اكبر في التردد؟ الاشعه فوق بنفسجيه عشان ناحيه هنا. وهكذا بقى في اي حاجه. ممكن في الالوان اقول لك اللون الاحمر واللون البنفسجي، مين اكبر في التردد؟ البنفسجي. طب مين اكبر في الطول الموجي؟ الاحمر عشان هناك. تمام؟ فلازم احفظهم بقى بالترتيب. طب بعد كده خدنا ان انا عندي قلنا 3 خصائص: انتشار، انعكاس، انكسار. تدخل والحدود مش داخلين عندنا في الامتحان ان شاء الله. طبعا لحد دلوقتي يعني. طب الانتشار، ان الضوء بينتشر في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمه. صدر الموجة عمود على اتجاه الانتشار، خلص الانتشار، ما فيهوش كلام اصلا. طب الانعكاس كنا واخدينه في اعدادي، هو الانكسار، بس واخدينه طبعا السنه بقى بالتفصيل. الانعكاس والانكسار شرحه سهل. طب لما تيجي بتحله بتحسوا ان الدنيا صعبه. ليه؟ الفيزياء فيها سهله، لكن الصعب فيه اللي هو الهندسه. انتوا اصلا مش متاسسين في الهندسه، ما تعرفوش يعني ايه الاتنين بيوازوا بعض. طب مجموع الزوايا اللي داخله بكام؟ مجموع زوايا مثلث بكام؟ انتوا مش عارفين الحاجات دي، فبتحسوا ان الاسئله صعبه. لا، الاسئله مش صعبه، الاسئله سهله، بس محتاجه ان انتوا تكون متاسس في الهندسه. لكن هو كشغل فيزياء فيه سهل. طيب عندي قوانين للانعكاس. تعال ندرس بس الانعكاس. امتى الجسم بيحدث له انعكاس؟ لما بيقابل سطح املس زي المرايه، زي التليفون مثلا، الشاشه بتاعت التليفون. لكن لو قابل ايديه مش هينعكس. ليه؟ ده سطح خشن فبيتشتت، ما بينعكس. طب قلنا عندي قوانين للانعكاس. الشعاع ده اسمه شعاع ساقط، الشعاع ده اسمه شعاع منعكس. اول قانون اللي هو القانون المهم عندي ان زاويه السقوط لازم تساوي زاويه الانعكاس. يبقى زاويه السقوط بتاعتي اللي هنا بسميها فاي واحد لازم تساوي زاويه الانعكاس بتاعتي اللي هي فاي 2. لازم. يعني ايه لازم؟ يعني لو دي ب 20 تبقى دي ب 20، دي زادت بقت 25، دي هتزيد تبقى ب 5 وكام؟ و20. طب عندي حاجه مهمه جدا 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 لبكره، حاجه اسمها العمود المقام. ايه العمود المقام ده؟ خط وهمي انا برسمه بينصف دي. ما دي كلها 180، دي كلها 180 اهي، دي كده كلها 180. طب العمود المقام بقى هينصفها، هيخلي الجزء ده اهو 90 درجه والجزء ده عندي 90 درجه، صح؟ العمود نصف ال 180 لنصين، 90 و90. طيب يعني لو جيت قلت لك ان الزاويه دي ب 30 تبقى دي بكام؟ ب 60. ما دي ب 30 يبقى اللي زيها اللي هي الانعكاس ب 30 تبقى دي بكام؟ ب 60. وهكذا بقى. يبقى ده الانعكاس بتاعي. طب القانون الثاني ده نص ملوش لازمه، يعني هو يعني ملوش لازمه لكم انتوا دلوقتي، مش هسالكم عليه. اللي هو بيقول لي الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم عمود على سطح العكس. انا المهم عندي اعرف ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. الاثنين زي بعض بالظبط، دي زادت دي كمان هتزيد. العمود المقام بينصفها لي، دي 90 ودي 90 درجه. طيب ده كده الايه؟ الانعكاس بتاعي. تمام؟ وخلي بالك لو انا راسم مثلث مثلا، المثلث مجموع الزوايا 180 درجه. طيب بعد كده خدنا عندي حاجه اسمها انكسار الضوء. انكسار الضوء هو اللي صعب شويه بالنسبه لكم. طب امتى الضوء يحصل له انكسار؟ لما بيتنقل من وسط للتاني. طب ليه حصل له انكسار؟ عشان كثافه الوسط ده غير كثافه الوسط ده، فسرعتي انا كضوء هتختلف من وسط للتاني. نفس الكلام لو جينا حاطين قلم هنحس ان هو مكسور. لا، القلم مش مكسور، الضوء هو اللي انكسر بتاعي. طيب انا عندي الضوء بتاعي الشعاع الضوئي سقط من وسط اهو الى وسط تاني. الوسط ده كان ليه عندي حاجه اسمها كثافه ضوئيه برمز لها بالرمز ان. الوسط التاني كان ليه عندي كثافه ضوئيه تانيه برمز لها بالرمز ان 2. سرعه الضوء هنا كان ليا سرعه في 1، لما اتنقلت للوسط التاني بقى ليا سرعه تانيه فاسمها في 2. وانا هنا كان ليا طول موجي فليا طول موجي 1. طب وهنا طول موجي 2. طب ايه اللي عندي ما اتغيرش؟ التردد، عشان نفس الموجه يعني التردد بتاعي مش هيتغير. طيب القانون بتاعي اللي هو قانون معامل الانكسار النسبي بين الوسط الاول الى الوسط الثاني بيقول لي ساين زاويه السقوط. فين زاويه السقوط؟ اللي هي دي زاويه السقوط، على ساين زاويه الانكسار اللي هي دي اللي هي سيتا. يبقى معامل الانكسار النسبي من الوسط الاول الى الوسط الثاني هو ساين زاويه السقوط على ساين زاويه الانكسار.
ده رقم ثابت ما بيتغيرش. امتى يتغير المعامل الانكسار ده؟ لما اغير وسط من الوسطين او اغير الطول الموجي. لكن هو ثابت ما بيتغيرش المفروض. يتغير في الحالتين اللي انا قلتهم بس. طب يعني لو جيت غيرت الزاويه دي هتتغير. اهم حاجه ان 1 2 اللي هو معامل الانكسار النسبي من الوسط الاول الى الوسط الثاني رقم ثابت. لو دي اتغيرت زادت دي كمان هتزيد. بتزيد اقل منها شويه بس بتزيد برضه. تمام؟ طب او سرعه الضوء في الوسط الاول الى سرعه الضوء في الوسط الثاني عشان السرعه اتغيرت. او الطول الموجي بتاع الوسط الاول الى الطول الموجي بتاع الوسط الثاني. يعني معامل الانكسار النسبي من الوسط الاول الى الوسط الثاني اي حاجه من الاول على اي حاجه من الثاني. ساين زاويه السقوط في الاول على ساين زاويه الانكسار في الثاني. سرعه الضوء في الاول على سرعه الضوء في الثاني. الطول الموجي بتاع الاول على الطول الموجي بتاع الثاني. فيها اي مشكله؟ طيب لو جه قال لي ليه حدث انكسار، هقول له عشان يتنقل من وسط ليه كثافه معينه الى وسط تاني ليه كثافه معينه تانيه. طب لو الاثنين نفس الكثافه هل هينكسر؟ لا مش هينكسر. طب لو الشعاع ده سقط عمودي هل هينكسر؟ لا برضه مش هينكسر، هينفذ على استقامته. بينكسر انكسار بسيط جدا ومش عليه. طيب ركزوا لي بالله عليكم في الحته اللي جايه دي. الحته دي مهمه دلوقتي ومهمه بعدين في درس اسمه الانعكاس الكلي. انا عندي وسط اقل كثافه، اقل كثافه زي مثلا الهواء او الفراغ مثلا، وعندي هنا وسط اكبر كثافه زي مثلا الزجاج، الماء. ده اول رسمه عندي. طب عندي رسمه تانية هعكس بقى، هخلي من وسط اكبر كثافه زي مثلا الميه، ده اكبر في الكثافه، الى وسط اقل في الكثافه زي مثلا الهواء او الفراغ. انا بقى عامل معامله الهواء زي الفراغ بالظبط. عنده شعاع ضوئي سقط من وسط قليل الى وسط كبير، فهو بيسقط اهو. فانا برسم العمود المقام بتاعه اهو. ادي العمود المقام اهو. فلقينا ان الشعاع بينكسر مقتربا من العمود المقام. يعني هي دي زاويه السقوط، دي زاويه الانكسار. يبقى الشعاع لما بيتنقل من وسط قليل في الكثافه الى وسط عالي في الكثافه بينكسر مبتعدا عن العمود ولا مقتربا من العمود. الحته دي مهمه جدا. يبقى من قليل في الكثافه لعالي في الكثافه بينكسر مقتربا من العمود المقام. طب انا هعكس هنا، من وسط عالي في الكثافه اهو، من وسط عالي في الكثافه انا نازل اهو. يبقى تاني اهو عشان بس الفيديو واقف معلش. يبقى انا عندي اهو، لو انا من وسط قليل لوسط كبير ينكسر مقتربا من العمود. طب من وسط كبير لوسط قليل ينكسر مبتعدا عن العمود. تمام؟ طب ممكن اقول ايه بقى؟ صاحب اكبر زاويه، صاحب اكبر سرعه واقل كثافه. ما هو الهواء دوت، لو انا هجري في الهواء وهجري في الميه سرعتي فين اعلى؟ في الهواء عشان كثافته قليله. يبقى السرعه والكثافه علاقه عكسيه. زاويتي كبيره سرعتي كبيره كثافتي قليله. نحفظها كده. زاويتي كبيره سرعتي كبيره كثافتي قليله. كل ما الزاويه بتزيد كل ما السرعه بتزيد والكثافه اللي بيحصل لها بتقل. طيب هديكم بقى القانون النهائي اللي هنحل بيه. كنا واخدين حاجه اسمها معامل الانكسار النسبي من الوسط الاول الى الوسط الثاني، كان بيساوي اي حاجه من الوسط الاول على الثاني، فساين زاويه السقوط في الوسط الاول على ساين زاويه الانكسار في الوسط الثاني، او سرعه الضوء في الوسط الاول الى سرعه الضوء في الوسط الثاني، او الطول الموجي بتاع الوسط الاول الى الطول الموجي بتاع الوسط الثاني، او ركزوا بقى في اللي جايه دي، معامل انكسار الوسط الثاني الى معامل انكسار الوسط الاولاني. يبقى نحفظ الحته دي مهمه. يبقى الحاجه الوحيده اللي العكس معامل الانكسار المطلق بتاع الوسط. تمام؟ طب ايه معامل الانكسار المطلق بتاع الوسط ده؟ ناخده هنا على جنب، المفروض كنا خدناه بس يعني عشان الوقت. معامل الانكسار المطلق بتاع الوسط
بيساوي سرعة الضوء في الهواء إلى سرعة الضوء في أي وسط. طب ليه ما كتبناش فوق في؟ ما سي ديت عشان رقم ثابت، سرعة الضوء في الهواء ب 3 في 10 أس 8، فأنا بكتب كونست اللي هو ثابت. يبقى معامل الانكسار المطلق سرعة الضوء في الهواء على سرعته في أي وسط تاني. تمام؟ يبقى ده القانون اللي أنا بحل بيه. قانون سنيل عمل علاقة بين ده وبين ده، أنا ما بحبش أحل بيه، أنا بحب أخليكم تحلوا بالقانون ده علشان القانون ده لامم وشامل كل حاجة. تمام؟ طيب ده كده القانون النهائي بتاع الايه؟ ان انكسار الضوء. طب يلا نحل ونسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عشان احل اي سؤال لازم ارسم عمود المقاومه في انعكاس في انكسار. طب تعالى يلا نحل. اول حاجه اعملها ارسم عمود المقاومه. بيقول لي الزاويه دي كلها 6 سيتا او 6 فاي. لما رسمت عمود مقاوم اداني هنا 3 فاي واداني هنا كمان 3 فاي، صح؟ عشان قسمتها نصين، مع عمود المقاوم بيقسمها نصين. طب دي 3 فاي ودي فاي، يبقى دي كده كلها اللي هي 90 درجه دي كام فاي؟ 4 فاي. يبقى انا اكتبه 90 درجه هيساوي 4 فاي. لو انا عايز اجيب الفاي عشان انا عايز احسب الفاي، يبقى الفاي بتاعتي هيساوي 90 على 4 هيطلع لي تقريبا 22 ونص. 22 ونص. طب هو عايز احسب ايه؟ عايز احسب زاويه الانكسار. زاويه الانكسار اللي هي الثلاثه بس، صح؟ يبقى انا كده 3 فاي، يبقى انا كده زاويه الانكسار 3 في 22 ونص. دي كده زاويه الانكسار اللي هي كانت 3 فاي. طب يعني 3 في 22 ونص تقريبا هتطلع تقريبا يعني 76 ونص. تمام؟ يبقى احسبوها برضه وشوفوها، بس على الاغلب هتطلع 76 ونص. طب السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل عندي 3 مرايات، مرايه 1 و2 دول عمودي على بعض ومرايه 3. بيقول لي المرايه 3 بتصنع زاويه 50 مع مرايه 2، فاذا سقط الشعاع على المرايه 1 بص بقى موازيا للمرايه 3. اكيد مش مديني الكلمه دي من فراغ، قلنا هندسه. يبقى المرايه 1 الشعاع اللي سقط عليها موازي لده. يعني ايه موازي؟ ده ب 50 يبقى ده برضه بكام؟ ب 50. اروح راسم عمود مقاوم اهو، دي ب 50، يعني هنعكس كده يبقى الزاويه دي ب 50، يعني دي ب 40. 40 و90 يبقى ده مثلث، صح؟ يبقى دي ب 50. اروح راسم عمود مقاوم اهو، الشعاع هينعكس كده اهو، دي ب 50 يبقى هي دي كلها 90 ما رسمت عمود مقاوم، يبقى دي ب 40، دي ب 40، يبقى الاجابه بكام؟ ب 40. شفت اللي حل السؤال كلمه موازيه. هو مش مديني هنا زوايا خالص، لكن انا عرفت ان الزاويه دي زي الزاويه دي عشان الاثنين موازيين لبعض ومشيت الخطوات بتاعتي. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي اهو، تعالى نكبر شويه. بيقول لي سقط شعاع ضوئي على المرايه ايه بزاويه 50 درجه كما هو موضح بالرسم، فانعكس من عليه ليسقط على المرايه بي. سقط على المرايه بي. بص بقى نفس الفكر، بيقول لي اهو فانعكس من المرايه بي في اتجاه موازيا للمرايه ايه. يبقى انا انعكست في اتجاه ايه؟ موازي للمرايه ايه. دي موازيه للمرايه ايه كده، الاثنين بيوازوا بعض. طب عايزين نحل السؤال. دي 50 تبقى دي 50 تبقى دي 40. طب مش ده حرف يو يا جدعان؟ حرف يو ولا مش حرف يو؟ حرف يو. مش حرف يو الزاويه دي والزاويه دي متممين لبعض والاثنين مع بعض بيعملوا 180. يبقى دي زائد دي ب 180، صح؟ اهو هندسه. طب دي بكام لوحدها؟ 40. يبقى 180 ناقص 40 هيطلع لي كام؟ 140. طب دي كده كلها 140، صح؟ طيب ما انا عارف ان زاويه السقوط تساوي زاويه الايه؟ الانعكاس. يبقى 140 على الاثنين، يبقى 140 على الاثنين عشان اجيب زاويه الانعكاس. 140 على الاثنين هيطلع لي كام؟ 70 درجه.
يبقى الاجابه بتاعتي كام؟ 70 درجه. يبقى خلي بالي وانا بحل ان الكلام موازي، فعرفت ان ده توازي، يبقى الزاويه دي والزاويه دي 180، دي ب 40، تبقى ديت 140 ناقص ال 40، 180 ناقص ال 40 ادتني 140. طب دي كلها ب 140، طب انا الاثنين زي بعض اصلا عشان ده زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، يبقى 140 على الاثنين تدينا كام؟ 70. طيب كده خلينا كام سؤال كده على الانعكاس، نحل كام سؤال على الانكسار. بيقول لي في الشكل المقابل سرعه الضوء في الوسط اكس تساوي، علما بان سرعه الضوء في الوسط الهواء ده بسي. طيب هل دي زاويه السقوط؟ لا طبعا، دي زاويه السقوط صح؟ طب زاويه السقوط هيبقى بكام؟ دي كلها ب 90، يعني دي ب 40. طب هل دي زاويه الانكسار؟ لا طبعا، دي زاويه الانكسار صح؟ عشان هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقاوم. دي كلها ب 90، خدت منها 30، يعني بكام؟ ب 60. طيب يلا نحل. ما احنا عارفين ان 1 2 كان بيساوي ساين زاويه السقوط على ساين زاويه الانكسار، وكان بيساوي برضو سرعه الضوء في الوسط الاول على سرعته في الوسط الايه؟ الثاني. طب انا هنسى ده وهساوي الاثنين دول ببعض. طب تعال نساويهم هنا اهو. يبقى ساين زاويه السقوط عندي بكام؟ ب 40، ساين 40 على ساين الانكسار عندي بكام؟ ب 60 يساوي سرعه الضوء في الوسط الاول، هو قال لي ده مجهول باكس، عايز احسبه. طب سرعه الضوء في الوسط الثاني اللي هو الهواء اللي هم مدولي بكام؟ 3 في 10 أس 8. تعال نحسبها على الآلة عشان أرقام كبيرة بس. صلي على النبي. لا في الصلاة. طب أكتب أهو 3 في أكتب، ممكن أحلها بسولف وأكتب هنا إكس وده أحسن لكم، أو ممكن أعمل طرفين في وسطين. 3 في 10 أس 8 في ساين 40 على ساين 60 طلع معايا ب 22 و10 أس 8. يبقى 22 2.23 في 10 أس كام؟ 8. يبقى الإجابة رقم د. طيب بيقول لي السؤال اهو، بيقول لي إذا سقط شعاع ضوئي من وسط معامل انكساره 7/6 على سطح فاصل مع وسط تاني معامل انكساره 8/7، يبقى من وسط لوسط. يبقى أنا هحول حاجة، أحول كلمة 7/6 و8/7 عشان أشوف مين فيهم أكبر. يبقى أكتب أهو 7/6 بكام؟ ب1.166. طب 8/7 ب1.14، يعني مين أكبر؟ أكيد الرقم ده. طب يعني من وسط أكبر في الكثافة إلى وسط أقل في الكثافة، يبقى سرعتي هتزيد وهنكسر مبتعدا العمودي عن المقاوم، عشان من كبير لصغير قلنا من كبير لصغير بهنكسر مبتعدا عن العمود المقاوم، يبقى السرعة تزداد وتنكسر مبتعدا عن العمود المقاوم. يبقى الإجابة رقم د. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي سقط شعاع على سطح زجاجي بزاوية سقوط، دي زاوية السقوط أهو، وبزاوية فانكسر بزاوية، ادي زاوية الانكسار. فإذا زادت زاوية السقوط للضعف، زاويتي دي بقت 80، فين زاوية الانكسار؟ طب ما انا عارف ان معامل الانكسار ثابت، يعني ساين زاوية السقوط على ساين زاوية الانكسار ما بتتغيرش، ثابت في الآخر. يعني لو انا عندي حدث أول فالحدث الثاني زيه بالظبط، يعني ممكن اساوي ساين زاوية السقوط في الحدث الثاني، يبقى ده أول على ساين زاوية الانكسار في الحدث الثاني. طب يلا نعوض. السقوط الأول ساين كام؟ 40 على فانكسر بساين 30. فالراجل قال إيه؟ إذا زادت زاوية السقوط للضعف، يعني بقى ساين 80 تزداد زاوية الانكسار، يبقى اكتب هو ساين اكس على الآلة، اكتبها ساين اكس كده على الآلة، حلها بسولف.
تعالى نشوف هتطلع لي بكام. ساين 40 على ساين 30 يساوي ساين 80 على ساين اكس. شيفت سولف يساوي. طيب طلع لي ساين اكس دي اهي ب 50. يبقى الزاويه بتاعتي ب 50 درجه. طب بس احنا حلناها غلط، ده مفيش 50 درجه يا عم. هو الزاويه كانت ب 30، هو قال لك زاد الى ولا زاد برضه بمقدار؟ تتغفل كل مره. زاد بمقدار، هو كان ب 30 زاد بقى 50، يبقى المقدار اللي زاده قد ايه؟ 20 درجه بس. يبقى الاجابه بتاعتي 20 درجه. تمام، عشان ما تغفلش. لو كان هحط 50 كنت انتوا رحتوا اخترتوها. لا، اكمل السؤال. قال لي زاد الى اختار 50 الحدث الثاني. لكن لو قال لي زاد بمقدار يبقى ده بمقدار، يبقى اطرح الحدث الاول من الحدث الثاني. انا كنت 30 بقت 50، يبقى المقدار اللي انا زدته كام؟ 20. مش مستاهل. طيب السؤال الاخير اللي معانا بيقول لي السؤال ده، بيقول لي في الشكل المقابل. بس ماشي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل يوضح متوازن مستطيلات زجاجي سمكه بيديني السمك بتاعه ب 17 32 سنتيمتر، ومعامل انكساره مديني معامل الانكسار بتاعه اللي هو الان مديني الان بتاعه بجذر 3. فوضع فوق مرآة مستوية أفقية سطح فعند الشعاع سقط اهو بالزاويه دي. طبعا دي مش زاويه السقوط عشان ما يغفلنيش، مديني الزاويه دي 30. تمام. طيب هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الدي دي كلها. طب تعالى نتخيل ادي الشعاع سقط، فانا طبعا هرسم عمود مقاب. يبقى الزاويه دي كده دي 30، يبقى دي بكام؟ ب 60. كده زاويه السقوط ب 60. طب الشعاع سقط هينكسر كده صح؟ هيجي هنا يروح منعكس عشان ده سطح مرآة، فهيجي هنا تاني صح؟ فهيطلع هنا. طب دلوقتي انا انكسرت اهو. طب في هنا مسافه وفي هنا مسافه، لما اجمعهم مع بعض هيدوني الدي اللي هو عايز يحسبها. هو عايز يحسب الدي. طب انا هجيب ازاي الزاويه دي؟ انا هجيب ازاي زاويه الانكسار؟ طب ما احنا اديني معامل الانكسار، وانا عارف ان معامل الانكسار اهو، معامل الانكسار بتاعي الان بيساوي ساين زاويه السقوط بتاعتي اللي هي ب 60 على ساين زاويه الانكسار بتاعي اكتبها اكس. تعالى نشوف. يبقى انا اكتب اهو ساين 60 على جذر 3 هيطلع لي بنص. شيفت ساين نص اللي هي بكام؟ ب 30. يبقى الزاويه دي بتاعتي بكام؟ 30 درجه. يبقى الزاويه دي 30 درجه. طب لو انا تخيلت كده نزلت ده كده اهو، اللي هو بقى نزلته كده، مش الشكل ده مثلث صح؟ طب هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب دي كلها. طب ما هو الجزء ده زائد الجزء ده الاتنين زي بعض على فكره، هو الدي. فانا لو جبت الجزء ده والجزء ده اكني جبت الايه؟ الدي. طب هو مديني الزاويه ومديني السمك ده اللي هو الارتفاع ده ب 17.32. طب ايه العلاقه لو انا عايز اجيب ده ومديني الزاويه؟ ايه العلاقه بين المقابل والمجاور؟ كنا بنقول مقابل ومجاور اللي هو التان صح؟ يبقى انا عندي اهو التان السيتا كان بيساوي المقابل على المجاور، والمقابل بتاعي اللي انا ما اعرفوش اللي هو اكس، والمجاور بتاعي اللي هو بكام؟ اهو مدولي ب 17.32. يبقى انا اكتب اهو بدل السيتا بقى هشيلها واكتب كام؟ تان انا لسه جايبها بكام؟ 30 عشان نشوف اكس بكام. يبقى الاكس يساوي تان 30 في 17 و32. يبقى تان 30 في 17.32. طيب طلع عندي
10.9 يعني بكام؟ ب10. لما اقراها هتلاقيها ب10. 10 سنتيمتر. المسافة دي ب10. طب ما اللي زيها هتبقى اختها ب10. يبقى دي كلها بكام؟ ب20 سنتيمتر. يبقى الاختيار رقم د. طيب مفيش اي حاجة تاني؟ الحمد لله خلصنا كل ده. طيب ثانية واحدة نقعد مع بعض 5 كده. الحمد لله كده خلصنا المراجعة بتاعت شهر مارس. تمام. طيب المفروض تعملوا ايه بقى علشان نخش ان شاء الله نقفل؟ طب كده كده التقفيل والتوفيق ده بتاع ربنا، بس احنا نعمل اللي علينا ونجتهد بس. طيب انتوا دلوقتي عندكم المراجعة اهي. مراجع لكم شرح ومراجع لكم حل شوية افكار عالية شوية. فاللي ما كانش يعرف حاجة في المنهج يعني واتفرج على الفيديو ممكن يحس ان الاسئله دي صعبه. الاسئله دي صعبه شويه للي ما يعرفش حاجه. طب احنا نعمل ايه بقى؟ المفروض نذاكر ازاي؟ انتوا ان شاء الله تتفرجوا على الفيديو الشرح والحل اللي انا حله. بعد ما تخلصوا الفيديو ده حاولوا تروحوا تحلوا التقييمات والواجب المنزلي بايدكم، واللي يقف معاكم فيها ارجعوا للفيديو. انا كده كده حلل لكم الفيديو بتاعت التقييمات والواجب المنزلي. ارجعوا للفيديو بتاع التقييمات والواجب المنزلي. تمام. من الفيديوهات اللي انا كنت عاملها على اليوتيوب. ارجعوا شوفوا الفكره اللي وقفت معاكم وتحلوها. تمام. ان شاء الله PDF دوت هنزله لكم في الكومنتات بتاعت اليوتيوب وعلى صفحتنا على الواتساب. PDF ده وهنزل لكم PDF تاني. PDF التاني يعني سلس اكتر من دوت كلامم قوانين. هو PDF قوانين بس. لامم القوانين بتاعت فصل الاول كلها مع بعض، فصل التاني كلها مع بعض، الجزء بتاع فصل الثالث اللي هو الحد الانكسار، وفي ورقه واحده بوستر كده واحد في كل القوانين بتاعه المنهج اللي احنا خدناه اللي هو الحد الانكسار. ورقه واحده فيها كل القوانين. تمام. فذاكروا زي ما بقول لكم كده وان شاء الله تطلعوا مبسوطين من الامتحان وان شاء الله تقفلوا باذن الله. تمام. في ناس لحد دلوقتي منكم لسه ما بيذاكرش او بيذاكروا بس بيذاكروا ايه بطيء. يعني بيذاكروا كده تقضية واجب. على فكرة انتوا في سنة 3 دلوقتي، يعني انتوا مش في سنة تانية. انتوا دلوقتي بجد يعتبر في سنة 3 كلها 2-3 هتبقى في سنة 3 رسمي. فدي اخر مرة تجربوا فيها امتحان قبل سنة 3. امتحانات الشهور ديت وامتحان اخر السنة بتاع سنة تانية ده اخر مرة هتجربوا فيها امتحان بجد والجان قبل سنة 3. فيا ريت تذاكروا، يا ريت تهتموا شويه علشان اللي ما بيهتمش دلوقتي ما بيهتمش بعدين. زيك من اللي يقول لك وفر طاقتك بقى لسنه 3 والحق العب دلوقتي والحق استمتع دلوقتي قبل سنه 3. لا مفيش الكلام ده. اللي مش هيجتهد دلوقتي مش هيعرف يجتهد في سنه 3. اللي ما بيتعبش دلوقتي مش هيتعب في سنه 3. اللي ما بيتمرنش دلوقتي مش هيأدي اي اداء في سنه 3 على الدغري. يعني لسه معاكم فرصه، لسه معاكم يعني يعتبر 1.5 شهر او شهرين. امتحاناتكم هتبقى في نص 5 ان شاء الله. فتقريبا معاكم 1.5 شهر كده. لسه معاكم 1.5 شهر. يعني ممكن والله العظيم تلموا في المنهج كله واللي احنا خدناه بسيط. يعني الحمد لله الفيزياء بتاعتكم الترم ده اسهل وابسط بكتير من الترم اللي فات. وانتوا الحمد لله جبتوا درجات حلوه قوي الترم اللي فات. فالترم ده ما نستعبطش، عايزين نجيب درجات احسن. تمام. عشان نخش في سنه 3 واحنا مطمنين من الفيزياء شويه. وان شاء الله في سنه 3 هتبقى الدنيا هتبقى احسن واحسن باذن الله. فربنا يوفقكم وان شاء الله تطلعوا مبسوطين من كل المواد. بس انتوا اعملوا اللي عليكم والتوفيق ده بتاع ربنا مش بتاعكم انتوا اللي عليكم السعي بس. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ربنا هو اللي هيرى السعي ده وهو اللي هيحدد بقى النتيجه مش بتاعتك انت، عليك سعيك بس. فربنا يوفقكم يا حبايبي وكنتوا وحشيني جدا جدا جدا. وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.